كان نايم شاب في اوضته ودخل عليه واحد من اللي بيشتغلوا. عاصم بيه، هي عاصم بيه. ايوه، في ايه بس على الصبح يا كرم؟ الست الكبيرة عايزاك، هي والبيه تحت على الفطار. الفطار؟ ومن امتى يعني وانا بفطر اصلا؟ بقول لك ايه، قول لهم نايم وتعبان. ما يصحش يا بيه كده، ده بيقولوا لك ان هم عايزينك في موضوع مهم قوي. اوف، طيب خلاص هغير وهنزل. وفعلا قمت وغيرت هدومي ونزلت، لقيت بابا وماما قاعدين على السفرة ومستنييني. صباح الخير. اتفضل اقعد. ماليش نفس للاكل يا بابا. حبيبي مع انك اكلت، هو احنا كنا بنشوفك اصلا عشان نفكر نعزم عليك؟ كلمه يعز في الموضوع على طول. ميرسي يا ماما. العفو يا حبيبي. انا مسافر سفرية طويلة، حوالي 5 6 8 شهور كده، فاكيد يعني مش هسيب الشركة لوحدها، هخاف عليها. وده ليه ان شاء الله؟ تكونش الشركة وليا غلبانة ومكسورة الجناح وممكن تتخطف مثلا؟ وعلشان خفة دمك دي هتنزل النهاردة الشركة وتستلم الإدارة. خلاص وعلى ايه؟ انا هسحب خفة دمي، هو اللي اقولك ده انا هسحب دمي كله لو عايز، بس بلاش الشركة، مش بفهم فيها حاجة من اساسه. ليه؟ ما هو الشركة داخل في الإدارة شريك جديد وهتتدرب، بص كده هتشتغل وكده هتشتغل، ياما بقى تسلمني مفاتيح العربية وتمشي من الفيلا دي وما شافش وشك تاني. ده انا هطلع حالا اغير هدومي، ده ايه وهكون جاهز قدامك. وبعد كده عاصم مشي ووالدته كلمت باباه. تفتكر اللي احنا بنعمله ده هيجيب نتيجة؟ اكيد ان شاء الله، هيتربى وهيتعلم الادب من كل اللي هيحصل فيه. يا رب يا رب يا عز، ده انا تعبت منه من شغل الصراحة اللي هو فيه ده. بكرة هفكرك يا صفية بكلامي ده، رضا مش اي حد وهتشوفي بعينك. يا رب يا رب يا عز. اما بقى في الاوضه بتاعت عاصم، فعاصم كان بيلبس بكل عصبيه. اما خليتك انت شخصيا ترفدني وتعمل لي حظر من دخول الشركه، ما بقاش عاصم ابنك. العربيه جاهزه يا عاصم بيه؟ طيب انا نازل دلوقتي اهو. نزلت وخرجت بكل عصبيه وركبت العربيه ورحت على الشركه. اما بقى في كافيه على النيل، فكانت قاعده بنت مستنيه حد، هو البنت الموبايل بتاعها رن. الو، ايوه يا ماما خير. اسكتي يا بنتي يا مرام، مش ابن عمتي تجيبني الامارات؟ بجد؟ هو اكيد راجع بقى وجيبه مليان صح؟ مليان بس يا بنت، ده بيكح فلوس، مش اللي انت مخطوباله بيكح تراب. خلاص يا ماما انا هتصرف. هتعملي ايه يا بنت؟ رسيني على الحوار. اقفلي يا بابا بس دلوقتي وانا هقولك بعدين، اصل بسلامته وصل. وبعد كده قعد قدامها شاب بكل ابتسامه وماسك ورده في ايده. حبيبتي اخبارك ايه؟ معلش اتاخرت عليكي، انت عارفه بقى كنت بجهز عشان نازل الشغل الجديد. بقى جايب لي ورد؟ ما انا المغفله اللي بيضحك عليها بكلمتين، مش كده يا سي عدنان؟ ما تستبحي وقولي يا صبح، هو في يا مرام بالظبط؟ هو انت عايزه تتشكلي وخلاص؟ وبعدين ده انا جايب لك احلى ورده بلدي، مالها يعني؟ بقى عايزني امن على نفسي معاك ازاي؟ هو انت قاتل وخاطف ورده من بستانها؟ والله ما انا، ده الراجل بتاع الورده هو اللي قتل، اقصد هو اللي قطفها. ما هو امثالك اللي بيجوا على حقوق النباتات. استغفر الله العظيم يا رب، ده ايه ماسورة النكد اللي طفحت في وشي على الصبح دي؟ هي مرام حقك عليا، انا اسف. يا سلام، هو هيفيد بقى ايه الندم بعد فوات الاوان؟ مراهم، هو انت كنت مطبقه على فيلم تركي ولا ايه؟ ورغم ذلك برضو حقك عليا يا ستي، خلينا على اتفاق. اتفاق؟ قولي من امتى؟ بس ما كنتش اعرف ان اتفاقنا هيكون في يوم سبب فراقنا. هو في يا مرام بقى؟ انا من ساعه ما قعدت وانت قارشه ملحتي ومش طايقه سحنتي ونازله فيا سلخ بكلامك. بس بتعلي صوتك عليا؟ هو انت عايز تفضحني وتشوه سمعتي؟ ما تجننيش يا مراهم، فضحت ايه بس؟ هو انا مش كنت متكلم عليك وقعدت مع الحاج وقرينا فاتحه وشبكه ولولو وليلي وهيصه؟ عدنان يؤسفني ان انا اقولك ان احنا مش هنكمل في العلاقه دي، خد دبلتك اهي. مرام انت بتهزري صح؟ لقيتها قامت وقفت وقالت لي من امتى ان شاء الله وانا بهزر، عن اذنك. بقيت قاعد مذهول وانا ماسك الدبله وبكلم نفسي، طب ليه كده؟ ليه كده يا مرام؟ اما بقى في جنينه عامه، فكان قاعد شاب مع بنت، والشاب كان بيقول لها الشعر بتاعه. وحشتيني يا نوسه، وحشتيني بكل لغات العالم، وحشتيني يا نوسه وحشتيني، وفي عشقك واقع بجنوني. خلصت يا اخويا؟ بص بقى ومن غير لف ودوران يا حمزه. عيون حمزه، عيون حمزه. اخبار مراتك ايه؟ مراتي ايه بس؟ هو كان حد قالك ان انا متجوز؟ عرفت يعني ان عينيا انك طلعت متجوز. هو انت كنت فاكر ايه؟ انك هتضحك عليا؟ حد قالك ان حماره ولا مختوم على قفايا؟ اللي قالك كده كداب وعايز يدمرني ويدمر حبي ليكي يا نوسه. بس انا بقى سمعت ان انت متجوز يا حمزه.
دي اكيد اشاعة طلعتها عليا مراتي، انا عارفها وليا بروية. والله مراتك مطلعة عليك اشاعة انك متجوز؟ رحت قمت ورميت الورد في وشه. سلامي للولية البروية يا اخويا، وما شافش وشك ده تاني. الله يسامحك يا ريهام، طفشت البت مني، دي بتعرف ازاي دي؟ وبعد شوية الموبايل بتاعي رن. الو، ايوه يا عدنان، عايز ايه؟ تعالى المدير عامل اجتماع كبير ولازم الكل يحضر بسرعة. جاي يا عم اهو، ما هو اليوم مضروب من اوله. يا عم ما تمشي مرة عدل في حياتك بدل الخوازيق اللي مش هتخلص منها دي. ما انا مشيت صح واتجوزت وطلعت ريهام اكبر خازوق في حياتي. يا عدنان ما انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل فيا، انا هحكي لك. هو احنا لسه هنحكي كاني وماني؟ بقول لك الموضوع في رفدك يا غبي، الله يخرب بيت الستات اللي جننتك. جاي يا عم خلاص، يا ساتر عليك. هيسترها يا عم ان شاء الله، بس انجز انت. اما بقى في الشركة كان عاصم وصل، وكان في قاعة اجتماعات كبيرة قوي قاعد فيها رؤساء الشركة، وكانوا 2 وبعض الموظفين موجودين، وعدنان وحمزة راجل كبير تابع لعاصم، وبصفة المسؤول عن الشراكة في الشركة فبنولي عاصم به الإدارة. الكل بقى عمال يسقف لعاصم. عاصم وقف وعمال يكلم نفسه، ده ايه بس يا رب الكلام الكبير ده، انا اكيد جيت هنا غلط. مش هتلقي كلمة يا عاصم بيه؟ طيب تمام، انا شرفني ويسعدني ان انا اتولى الاداره لشركه الحاوي للمفروشات. هو اول ما قلت كده لقيت الراجل الكبير خبطني في دراعي بسرعه. للادوات المنزليه، مفروشات ايه بس؟ ما توديناش في داهيه وتضحك عليك الناس. والله طب على فكره بقى، المفروشات احلى وبتكسب اكتر كمان. كمل الخطاب، كمل وانا ليا صرفه معاك بعدين. هو من اولها كده حاضر. يشرفني ان دي شركه الحاوي للادوات الكهربائيه، ويسعدني قوي ان انا ملاقيش حد يدخل عليا بكم ملفات خفة عوم، مفهوم ولا ايه؟ يعني كل واحد يركز في شغله. وسكت اول ما شفت باب القاعة اتفتح ودخلت بنت ووراها بنت ماشية قريب منها وبادي جارد كتير قوي. هو انتوا ازاي تدخلوا من غير اذن كده؟ لقيت البنت دي خلعت النضارة وبصت لي بكل برود وقالت لي يبقى ما تعرفنيش لسه، دي تبقى رضا، هي اللي هتشاركك في الادارة تبع الشراكة وقواعد العقود. نعم، بقى انا اتعامل مع بنت اسمها رضا؟ ده ايه القرف ده؟ مستحيل طبعا. مش وقت صرمحتك، واللي مش عاجباك دي بتدير 5 شركات وكأنهم خواتم في ايديها. ولا يهز فيا شعره. رضا شدت كرسي ووقفت. اهلا وسهلا بحضراتكم، انا رضا شركة عاصم بيه، واحب قوي النظام، شغل مظبوط ومواعيد مظبوطة، واللي مش هيقدر يطبق القواعد هو ورقة استقالته تبقى على مكتبي، مفهوم؟ هو أول ما قالت كده لقيت الكل رد عليها بسرعة في نفس واحد، مفهوم. وقبل ما تقعد قالت لهم انصراف. الكل خرج ما عدا عاصم والراجل اللي معاه والبنت اللي مع رضا واقفة ورا الكرسي بتاعها. هو انت بقى بأي حق تخليهم ينصرفوا؟ كنت قاعدة على الكرسي بصيت له بكل هدوء وقلت له بإني شريكة في الإدارة، بس أنا بقى الراجل وافهم عنك. قمت وقفت وقلت له لو انت قد إدارة الشركة كنت أخدت بالك إني ما كنتش موجودة وإن في غلط في الاجتماع، وحتى لو فرضنا إنك ما خدتش بالك، إزاي تدخل شركة وما تكونش عارف أفرادها يا أستاذ عاصم؟ خلي بالك من كلامك، هنا ما فيش راجل أو ست. لا فيه، وانتم بقى خيركم المطبخ والمفروض ما تخرجوش حتى منه، وانتم جنس ضعيف. ضحكت وما اديتلوش أي اهتمام ولا حتى رديت عليه. يلا يا ريم. كانت لسه هتمشي، رحت ناحيتها ومسكت ايديها عشان اوقفها. استني يا ما كملش كلمته وكنت ضربته بالبوكس جامد ووقعته على الكرسي. وبعد كده لقيتها قربت مني بطريقه مريبه، ولقيتها بتقولي اياك تلمسني تاني يا شاطر، ما تخلينيش اوريك الست ممكن تعمل ايه في اللي زيك وامثالك. وبعد كده خرجت وريم كانت ورايا. ده ايه اللي حصل ده؟ انا اتهزقت من بنت، هو انا مش كفايه ان انا هستحمل ان اسمها رضا؟ انت كده لازم ولابد عايز تعمل مشاكل باسلوبك ده. ايه ده؟ هو اللي حصل ده عجبك؟ بص بقى قبل ما اخرج خد مني نصيحه واعتبرني زي ابوك، بدل ما تكسب عداوه رضا اشتري ثقتها وكمان اتعلم منها، عن اذنك. وبعد كده سابني وخرج، وانا بصيت لنفسي في المرايه اللي كانت موجوده. يا نهار ازرق، يبقى هي اللي خرشمت وشي من بوكس كده؟ استحاله اسكت، انا هوريها عاصم الحوا يعمل فيها ايه، بس مش دلوقتي عشان بس مرهق حبتين. اما بقى في مكتب تاني فكان بيتكلم رئيس الموظفين والمسؤول عن مواعيدهم، كان هو بيتكلم شخصيا مع حمزة. طب انا بقى اعمل فيك ايه؟ اخصم منك تاني ولا اعمل ايه بالظبط؟ حرام عليك يا اخي، ده انت هيجي اخر الشهر مش هتلاقي قلم تكتب بيه استقالتك حتى. الله بقى، ما انا كنت في ميعاد عاطفي، خلاص هحاول اتنازل واجي بدري بعد كده. هو والله انا مش عارف انت لسه عايش لحد دلوقتي ازاي باللي انت بتعمله ده، مراتك عارفه؟
طب المفهومية كده، لو هي عارفة كنت أنا هكون جثة بتتحرك وتتنفس قدامك؟ لا في دي بقى معاك حق، ده الأكل بقى شغال معاهم الأيام دي زي الفل، ده بقى أسهل عندهم من أكل الفسيخ. بس الحويط حويط برضه ولسه ما اتقفشتش، دي احترافية ومكر من محسوبك. طب والله شكلنا هنصلي عليك بكرة العصر. بشعرك اللي كل شوية تجيبه على جنب كده، هو انت ليه بتجيبه كده؟ ها شكلك غريب. معلش اصلا انا بحب افتح معاه مواضيع البائسة. قوم يا حمزة اشتغل الله يسهلك، ده انا ظابط الضغط النهاردة بالعافية. طيب يا ريس عن اذنك. وبعد كده خرجت من عنده ورحت على المكتب بتاعنا وعدنان. اهلا وسهلا. بقول لك ايه، ولا اهلا ولا سهلا، اشتغل وانت ساكت، اصلا انا مش طايق نفسي، البت ضاعت مني يا عدنان، ده خلاص كان فاضل تكه ونوصل للمأذون. يا ابني اتق الله، ده انت راجل متجوز. طب انا راضي ذمتك يا شيخ، بقى في يوم فرحك مدن تغرق واعاصير تشتغل وتتفائل بالخير. قدر الله ما شاء فعل يا سيدي، ما انا خطيبتي سابتني واديني متماسك اهو، اما اشوف اخرتها ايه. ده انا بقيت صعبان عليا نفسي قوي يا عدنان، عايز اهرب، ده انا بقيت عامل زي اللي واقف على السلم مش عارف انا طالع ولا نازل، وحياتك مش اسوأ من اللي بيحصل لي. يا سبحان الله، اتلم المتعوس على خايب الرجا. كنت قاعد بلعب في الموبايل بس اتفاجئت مره واحده برضا وهي داخله وشايله ملفات كتير وقفلت الباب برجليها. يلا عايزه اشوف همتك. هو انت بتكلمي نفسك ولا ايه يا اخ رضا؟ مفيش حد هنا. لقيتها قربت وحطت الملفات على المكتب بتاعي. بكلمك انت، واحسن ليك بقى تظبط كلامك معايا. ما تقولش كده يا راجل، ده انت نجم، ولاجل الرجوله دي بقى خد انت اشتغل في الملفات. رحت واخده منه الموبايل بسرعه وكنت هادي على الاخر، ورحت مره واحده رميه على الارض اتكسر. انت عملتي ايه؟ انت اتجننتي؟ لقيتها قربت مني وكلمتني بنبره حاده وقالت لي الشغل يخلص ولو اتاخر هتدفع ضريبه، او قبل ما اشتغل احب اقول لك كويس قوي ان اي حد فينا راجل. كنت لسه هضربها عشان حسيت ان طريقتها فيها اهانه ليا، لقيتها مره واحده لفت دراعي بحركه سريعه منها. ما انا قلت لك قبل كده احسن لك ما تحاولش، عشان مش حابه افرجك انا ممكن اعمل فيك ايه. الايام اللي جايه هتكون سواد على دماغك، ها لو مش اتعدلت معايا. رحت قعدت على المكتب وحطيت رجلي على رجلي. طب وريني بقى هتعملي لي ايه بقى يا اخ رضا؟ بصيت له بكل تحدي وقلت له لاخر مره بقولك ما تحاولش انك تخرج الوحش اللي جوايا. يا مامي خفت، استني كده لما احاول اعيط من الرعب. اذا كان على الرعب ما تقلقش، هيجيلك ومن غير ما تبذل اي مجهود. قلت له كده وسبته وخرجت من المكتب. بقى انا حته بنت تتكلم معايا كده؟ بنت ايه؟ دي ارجل من عم فرج البواب. بقى ده كله يحصل لي من اول يوم؟ ده ليه الحظ ده يا رب؟ بس مضايقه تسد النفس. ومره واحده لقيتها فتحت الباب من تاني وبتقولي بجد نسيت اقولك، على الساعة 5 تكون مراجع العقود وموصلها لمكتبي وتراجع كل الملفات دي في أسرع وقت ممكن. رحت واخد ملف من اللي قدامي وحدفته عليها. امشي بقى من وشي. مسكت الملف بسرعة قبل ما يجي عليا وقربت منه وقلت له وده بقى أول ملف هتشتغل فيه، سلام. قالت لي كده وسابتني ومشيت تاني، وأنا كنت هتجنن من تصرفاتها. لا بقى، ده أنا كده شكلي ارتكب جناية في البت دي. هي نيانتي في اليوم ده. يا عمي يا اللي بره أنت. نعم يا فندم. عايزك تجيب لي بلاي ستيشن وقهوة. اطلب لي قهوة، وعايز 5-6 اكياس شيبسي وكيلو لب. كيلو؟ حبة صغيرين صح؟ طب بص هاتلي 2 بس هاتلي من الاصفر ده. يا فندم ده كله اصلا ممنوع دخوله الشركة، دي فيها جزا. هو انت لسه هتتناقش معايا؟ يلا من قدامي اللي هتترفد رسمي دلوقتي. حاضر يا فندم. انا هعرفك يا رضا بقى عسل لما يقلب بيعمل ايه. ده ايه الجنان اللي انا فيه ده؟ انا بقيت بكلم نفسي كده ليه؟ اوف. اما بقى في مكتب حمزه وعدنان، فكان حمزه قاعد وبيواسي عدنان. قوم يا اخويا ما تعملش في نفسك كده، الستات ماليه البلد، اقف على الدائره والمحور ودوس كلك شمال الدنيا هتنور. انا اللي قاهرني ان انا مش قادر افكر في غيرها يا حمزه، دي اثر وقال كده رحت ضربه على قفاه. ده ياض الشحتفة اللي انت فيها دي يكش تولع، المهم صحتك بالدنيا، ركز بس انت في شغلك، وانا عشقتلك حتة بنت تخطبها ولا يهمك. اولا بقى انت اخر واحد تتكلم عن الشغل ده، احنا بنشوفك زيارات هنا في الشركة. ثانيا يا قذر تشوط ايه؟ ده ليه حق مراتك تنكد عليك؟ ياض هو انت بتبرشم حاجة؟ قولي بس انا صاحبك. ياه فكرتني بعفاف برشامة، دي كانت بتتشحتف عليا بس مراتي قفشتني وطلع لها السطوح. ما هو اتقفشت يا حزين. فشر من ده ياض اللي اتقفش،
ده انا قلت لها ان انا طالع اطمن على الديك، اصل ما سمعتوش ساعة الصبحية. لا والله، ودخل عليها بقى الحوار اللهبل ده. طب وحيدك طلعنا واتغدينا مع عفاف ذات نفسها بالديك، لان هي كانت ذبحته فعلا. يا بجحتك يا بجحتك يا اخي يا قادر. هو انت ياض مالك قفوش كده ليه؟ ها مش مروشن ليه؟ الدنيا حلوة. طب ازاي بيجيلك نفس تنام؟ ها مش خايف من ربنا؟ اهو ده بقى الكلام اللي انا ما بعرفش ارد عليه. بتزنقني يا اسطى. يا ابني انت صاحبي وخليفة عليك، واللي بتعمله ده اكبر غلط. فين ضميرك؟ ضميري في السخنة بيصيف. هاي دخلت عليهم المكتب لقيتهم هما الاتنين قاعدين عمالين يتكلموا. هو ده الشغل يا استاذ منك ليه؟ اسفين يا فندم. عدنان قال كده، اما حمزة بقى قرب منها بكل اعجاب. هلت انوار الورد البلدي، يا صباح الورد والفل والياسمين، مش تحن علينا من بدري يا جن. الله يرحمك يا حمزة. رحت ابتسمت وقلت له وانت بقى اسمك ايه؟ اول ما قالت لي كده رحت باصص لعدنان. السنارة غمزت يا عم. عيب عليك، ده انا عمهم. اسم حمزة والشهرة حمزة الجن. ومرة واحدة وبكل سرعة كنت لفيت دراعه ورا ظهره وهو كان عمال يتألم. يا ولية يا مفترية، دراعي هيتكسر. رحت زقته وقعته على الأرض. أنا لو دخلت وشفت المهزلة دي مرة تانية مش هكتفي بالرفض وبس. أظن إن انتم عارفين القوانين كويس، دي شركة محترمة. أمر سيادتك يا فندم. رحت بصيت للي اسمه حمزة ده بكل قرف وسبتهم وخرجت. انت بتضحك على ايه يا منيل؟ ما تيجي تسندني. بالشفا عقبال المرة الجاية. دي مين دي؟ اكيد دخلوها الإدارة هنا غلط. بصراحة كده تستاهل. جايبين مديرة من سوق الجمعة وليا غريبة. من انهي الفصيلة دي؟ النوع ده معداش عليا قبل كده. ده انا سمعت كلام عنها وعرفت ان هي جديدة، خرم الإبرة بتعدي منه. قلت في بعبيدك يا رب، دي لو لمحتك في الغلط هتمرجحك. الله يطمنك، ده انا نفسي في مرة واحدة تحصل معجزة واسمع منك خبر حلو يا اخي. استغفر الله، بقى انا اعمل كده واقول لك كمان خبر حلو؟ لا بجد اخص عليك. حقك عليا، ما انا اللي معرفتش اصاحب حد ندل. بقى بذمتك انا مش عاجبك؟ ولا داخل ذمتي صحوبيتك دي بتلات ابيض، دي صحبتك بتجرجرني لصلاح الحال وده شيء مش عاجبني. يا رب انا عارف ان ده بلاء، بس يا رب انا لا اسألك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه. كنت قاعد على الكرسي وبتقل من ايدي. استحمل يا حبيبي استحمل، يا حبة عيني هتعمل ايه يعني؟ وراك زي العمل الراضي. طب اشتغل بقى وانت ساكت. سؤال يطرح نفسه، لخص وقول عايز ايه؟ ما لاقيش عندك مفك، اصل مسامير دراعي ثابت خالص. انا شكلي كده هروح للاستاذة رضا ادور عندها على مفك. لا خلاص وحياة ابوك، هو لم لوحده. لا يا شيخ بقى بالسرعة دي؟ ربك بقى قادر على كل شيء، هتعترض؟ وعدى الوقت في بيت مرام وكانت قاعدة مع ابن عمها اللي لسه راجع من السفر. وانت بقى اخبارك ايه يا هادي؟ انا كويس، انت اخبارك ايه؟ كويسة الحمد لله. تتصور وحشتني، بقالي كتير قوي ما شفتكش. وانت اكتر والله يا مرام، تتصوري كنت بفكر فيكي. بجد كنت بتفكر فيا؟ امال طبعا وما نسيتكيش. بص حتى جبتلك ايه. وبعد كده طلع لي علبة كبيرة اخدتها بكل فرحة. ايه ده يا هادي؟ افتحيها وانت هتعرفي. رحت فتحتها بسرعة. ايه ده؟ سجادة صلاة وإسدال ومصحف وسبحة. وبعد كده لقيته بيخرج علبة من الجاكيت بتاع البدلة ولقيته بيقول لي اتفضلي، دي حاجة كده عليهم مع انها مش احسن من دول بالنسبة لك. رحت واخداها منه بزهق وفتحتها بس لقيتها خاتم ألماظ. واو بجد، ده علشاني؟ مبسوطة جدا. انهي الهدية بقى لبساطتك؟ الاتنين حلوين قوي الصراحة، تسلم ايدك. ده قال لي واجب. وبعد كده الباب خبط. ثواني ماما بتجيب العصير وانا هروح افتح الباب وهشوف مين. عادي طبعا، خدي راحتك. هو ده وقت حد يعبرنا فيه؟ وبعد كده فتحت الباب ولقيت عدنان واقف في وشي ومعاه علبة شوكولاتة. هو انت ايه اللي رجعك؟ انا عارف ان انت كنت متضايقة مني، واكيد كان كل اللي انت قلتيه ده من ورا قلبك صح؟ هو انا جيت عشان اصالحك. يلا دخليني بقى، اكيد يعني مش هتخليني واقف على الباب كده. لا الكلام كله مظبوط، ويلا بقى اتكل على الله وما شافكش هنا تاني، انت فاهم؟ طب وليه كده؟ انا عملت ايه يا مرام عشان تبعيني في لحظة كده؟ معلش بقى، البضاعة ما بقتش عجباني. وايه بقى اللي انت جاي بيه ده؟ قطعة جاتوه عشان تاكلها جوه؟
بقولك ايه، احترمي نفسك. انا جيت بس لاني كنت فاكرك انك بتحترمي الناس وباقي عليا. كويس اوي ان انا عرفتك على حقيقتك. يا عم واديك عرفت، اتكل على الله بقى، مش ناقصه العمليه قرفك. سبتها ونزلت بسرعه وحمزه كان مستنيني تحت في العربيه. ايه مالك متعصب كده ليه؟ الشوكولاته مش عجبتها؟ بس مش عايزه اسمع صوت حد، مش عايزه اسمع حاجه. خراشي، لا 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 لا، ده شكل الموضوع كده في حاجه. هي البت طلعت لئيمه. واول ما قلت له كده راح عدان خرج من العربيه. لا ده باين انه في لقم كبير. خد يا عم بس. يا عم ابعد عني، انا مش عايزه اكلم حد. طب اركب بس، اركب، انا مش هتكلم خالص. وفعلا قعدنا نركب العربيه وبعد كده اتحركنا. كل شويه كنت عماله ابص له. ما هو انا مش قادر، هو في ايه؟ اوف، انا عارف شيطانك مش هيسكت. حلو قوي، انا هنزل اشتري 2 حمص الشام من عمك اللي هناك ده وراجع لك على طول، ما تخافش على حسابي. طب يلا انا نازل معاك، اصلا انا مخنوق. الكورنيش ينور يا ابني والله، اتفضل سيادتك. وبعد نص ساعه كان عدنان حكالي كل اللي حصل وخلصنا اكل. انا اخدت اكبر خازوق في حياتي بالشفا، وبعدين كل انسان لازم يتعلم من خازوقه. طب تعرف يا حمزه؟ لا والله ما اعرف، رغم انك صايع ومش لاقيين حد يلمك الا انك صاحب جدع قوي. بص، هو نص كلامك حلو ويشرح القلب الحزين، اما النص التاني بقى فعايز عليه ضربك بالشبشب القناص بتاع امي اللي بيطير الجبهه على طول. فكرتني، ده ماما بقالها كتير بترن عليا ولازم اروح لها. طيب تعالى اوصلك عشان تعرف بس ان انا الواد الصاروخ اللي بيشوفه اي حد يدوخ. تتصور يا حمزه؟ ما بقتش اتصور، ده انا بقيت بخاف على نفسي منك يا اخي. ليه ان شاء الله؟ مركب وش فزعه؟ يلا ياض، ده ايه الصحاب الكئيبه دي؟ كنت قاعده متضايقه جدا لان وقت الشغل كان انتهى ولسه عاصم ما سلمش ليا ولا ملف. ريم، هو عاصم هيتاخر؟ الوقت انتهى. يا حبيبه اختك اهدي، الشغل كتير عليه برضه. لا بجد كده كتير قوي كمان، انا مش عايزه انفذ اللي في دماغي، بس شكله بقى كده مصمم عليه. وبعد كده خرجت بسرعه وسمعت صوت دوشه جامد قوي جاي من المكتب. ده ايه الدوشه دي؟ عاصم، ادخل. وفعلا دخلت، وهنا بقى كانت الصدمه لما لقيت عاصم قاعد قدام شاشه المكتب بيلعب بالبلاي ستيشن، والارضيه كلها قشر لب وازايز بيبسي وكمان اكياس شيبسي. ده ايه ده؟ ايه الزريبه دي؟ بقى هو ده الشغل؟ هو ده الوقت اللي انتهى؟ كويس، اصلا انا تعبت قوي الصراحه. افهم بقى من كلامك ان انت خلصت شغلك بدري صح؟ لا بصراحه ماليش مزاج، يعني عايزانا كروت، يعني بكره ان شاء الله هبقى اشتغل. طيب ثواني بقى عشان عامله لك مفاجاه، انما ايه هايله. طيب بسرعه بس عشان عايزه اروح، اصل تعبت. هي خرجت وانا قعدت على المكتب. صبرك عليا بس، اما طلعت عينك ما بقاش عاصم. وبعد دقايق كانت دخلت رضا وريم وكانوا شايلين بطانيه وفرشه للارضيه ومخده. ايه ده؟ هو انت هتباتي هنا ولا ايه؟ رحت سحبت منه الموبايل وقلت له لا طبعا انا خلصت شغلي. تمام، طيب ده بقى لازمته ايه؟ انت اللي هتبات علشان وقت ما مزاجك يتعدل تكمل شغل. يلا بقى سلام. قلت له كده وخرجت من المكتب انا وريم وقفلت عليه الباب بالمفتاح. افتحوا الباب. طب والله ما هسيبك، وافتكري بقى ده كويس، ولا اقولك خير البر عاجله، انا هطلب لك البوليس. يا حرام، بس هو فين الموبايل ده؟ فضلت عماله ادور على الموبايل بس ما لقيتهوش. وكمان حراميه. يلا بقى تصبح على خير. رضا، حرام كده يا رضا، ده متوصى عليه جامد قوي وانا بقى ما توصاش. ادام وقع تحت ايدك يبقى الله يرحمه. الموبايل بتاعي بس مش لاقيه، وكمان حراميه. يلا بقى تصبح على خير. رضا يا رضا، حرام كده يا رضا، ده متوصى عليه بالجامد قوي وانا بقى ما توصاش. ادام وقع تحت ايدك يبقى الله يرحمه. اي خدمه يا عم عدنان، توصيل اهي ببلاش، يكش يطمر فيك. ليه يا اخويا ان شاء الله، وانا بقى اللي بديلك نصايح ببلاش، عد الجمايل انت بس. طب اطلع يا اخي، ده انت عيل فصيل، الله يكون في عون البنت اللي هتتجوزك. خلاص يا صاحبي، انا ما بقتش بفكر في الجواز، يكش الدنيا تتقلب، مش متجوز. طب اطير انا بقى، عايز حاجه؟ خلي بالك من نفسك يا باشا. هو انا مش عارف قلبي مقبوض ليه، يكونش هموت؟ بعد الشر عليك، هو انا هلاقي حد غيرك يستحملني فين بقى؟ نقعك ناقص في السوق يا جدع، وذلك برعاية شركة إنتاج الفجل العالمية. اتوكس، أنا إيه اللي عملته في حياتي يا رب عشان ربنا يبنيني بصاحب بحبه قوي كده؟ سلام، ولا أقولك من غير سلام. وبعد كده حمزة حرك العربية وأخد بعضه ومشي. ده إيه الزهق ده؟
يا ترى ماما طبخه ايه النهارده؟ وبعد كده طلعت على البيت. مساء الخير. مساء الورد. ده ايه الرضا ده كله؟ وايه يا شمس الورد ده؟ اتخطبت من ورايا ولا ايه يا بت؟ لا طبعا، ده لعروستنا اللي انت هتروح لها بكره. صح، ده انا نسيت اقول لكم خبر مش هيفرحكم كده يعني. لا، ما هو المخفيه بعتت الحاجه على البيت وهرشنا الحوار، ولا يهمك انا جبت لك ستها. ماما انا مش بفكر اتجوز خلاص. ليه يا اخويا؟ انا اصلا ما كنتش بلعاها ولا مستحملاها، ده انا كنت ساكته بس علشانك. وهي مشيت. ممكن بقى تسيبوني شويه لوحدي في اوضتي ومحدش يدخل لي؟ رحت مع عدنان جنبي وقلت له بص بقى، جو الخمسينات والستينات ده ما يدخلش في ذمتي ب3 أبيض. انت يا حبيب امك تنجز كده، العروسه جاهزه ومفيش كلام هنتناقش فيه، انا ما بحبش نضيع وقت. ده حتى ماتش الكوره فيه بريك، لكن دي بقى جوازه يعني مفيش فاصل وسنعود، انت فاهم؟ طب ومين بقى العروسه دي؟ انت تعرفها على فكره. بجد يا ماما؟ عز المعرفه على فكره كمان. مين؟ اصلا انا ابتديت اتوتر بجد. بنت عمتك شاهيناز. واول ما قالت لي كده وشي قلب وكاني شفت عفريت. مين؟ لا 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 لا، حرام عليكي، ده انا حتى ابنك ليه ترميني الرميه دي؟ هو انت لاقياني في مقلب زباله ولا تكونيش سحباني من مكنه صرف؟ يا سلام، ومالها بقى شاهيناز؟ كانت ناقصه ايد ولا رجل؟ ده كفايه جمالها وادبها يا حبيبي، مش بتمشي وضربه في وشها علبتين بوهيه زي بنات اليومين دول. ماما انت عارفه كويس قوي ان انا كئيب خلقه ومستحمل عمتي وخلفتها بتضلين، تيجي انت وتقولي اتجوز بنتها؟ هي مشرحه ناقصه قتله، مش مستحمل عمتي وهي عامله دور واحد بس في حياتي، هتبقى عمتي وحماتي كمان؟ يا اخويا ما تستحمل، هي الحياه كده، لازم تبقى سترونج مان. انت بقى تسكتي خالص وما اسمعش نفسك. ماشي يا عم، بس احنا كلمنا عمتي وقلنا لها ان انت رايح لها بكره، يلا بقى تصبح على خير. بقيت واقف مصدوم وبصيت لماما وقلت لها قال قولي لي يا ماما بالله عليكي، هو الكلام ده صحيح ولا تهيؤات؟ اكيد تهيؤات صح؟ ده انا عامله لك حله ورق عنب، انما ايه تدفي قلبك ده يا حبيب ماما. ايه ده؟ هو انا رحت فتيس كده؟ لا لا لا، مش عدنان اللي اتضحك عليه وكمان يوم ما تدبس تبقى شاهيناز؟ يا دي ام الاخبار المقندله، احمر لك نايبك ولا هتاكله مسلوق؟ ياني انا كده خلاص رحت في ابو بلاش. اول ما وصلت البيت كنت داخل بصفر وبقفل الباب، بس اتخضيت واتفزعت اول ما شفت اللي في وشي. خير اللهم اجعله خير. في يا ماما لابسه الاسود في اسود كده ليه؟ ايه يا شيخه حرام عليكي، هقطع الخلف، بقى في واحده يا ربي في الدنيا دي كلها تستقبل جوزها كده؟ هلتي يا حبيبي، يا اهلا وسهلا. هو ايه بقى الطقم المكيف اللي انت لابساه ده؟ هو انت كنت في عزا ولا حاجه؟ لا بس انا بقى بمهد لعزا يا حبيبي. وليه ان شاء الله؟ هو حد كان قالك ان انا بكره هموت اجهزي ومستنيه موبايل منه ولا ايه بالظبط؟ لقيتها بتقرب مني بالراحه وهي بتقولي لا، ما هو ذات نفسه بقى ما يعرفش. ده ايه يا بنتي اجواء الاكشن اللي انت حطاني فيها دي؟ روحي يلا روحي جهزي لي العشاء عشان جعان. تكونش زميلتك في الشغل مش اكلتك كويس النهارده؟ ده انت مجهزه طعم النكد وانا اللي ما فهمتش صح. هو انت لسه شفت نكد؟ مين بقى النوسه اللي انت بتقابلها دي؟ هو انا هفضل كده اجري وراك ولا ايه؟ مش ناوي تتلم وتعال شويه؟ صعب والله يا ريهام، ده انت بتطلبي مني المستحيل. واول ما قال لي كده رحت مخرجه السكينه من ورا ظهري وقلت له يبقى تتشاهد على روحك يا حمزه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، هي تهدي يا وليه وعلي. اعقل؟ هو انا بقى في عقل يا شيخ؟ خد وقرب هنا. طب بقولك ايه، اقعدي بس واستهدي بالله واحنا هنتفاهم ماشي؟ هو انا لسه هتفاهم؟ الديب فريزر فاضي بقاله اسبوع وانا بقى النهارده قررت ان انا هملاه. بقى عايزه تموتيني؟ طب بذمتك انا راضي ضميرك يا شيخه، انت عسليه انت تدخلي السجن وتضيعي زهره شبابك علشان واحد تافه زيي؟ ايه ده؟ هو انا مش قلتلك؟ لا والله ابدا، ولا حتى جبتلي سيره. ما هو انا خليتك تمضي على ورقه انتحار كتبتها لك وبصمتك عليها وانت نايم. يا لهوي، ده انت جهزت العده من بدري وجاهزه على السلخ على طول. امال اصلا انا ما بحبش اضيع وقت وانت عارفني كويس. طب ما نعمل هدنه طيب ونحقن الدماء. الله، طب وهي لو خنتك تاني هدفع لك ضريبه بالمبلغ اللي انت تحبيه. هو انت عايز تجنني صح؟ انا ابدا ابدا، ليه بس بتقولي كده؟ ده انت نور عيني يا ريري. على فكره انا مش عبيطه وكلامك مش داخل عقلي ولا هيدخله ابدا. قولي بقى يا حبيبي. ايوه يا حبيبتي، انا فيا ايه مش عاجبك مخليك تبصبص بره؟ اتفضل بقى وقولي.
زي الفل زي الفل وست الكل والله. لا ما انت شوف بقى، انت كده هتجنني رسمي. امال ليه بتقابل نسوان؟ هو انا يعني مش نسوان ولا ايه؟ تعرفي يا ريهام، لو انت ما كنتش نكديه وكل لما ادخل عليكي الاقي شعرك اشبه بشجره الصنوبر وشكلك يرعب الكلب، كنت هتبقي الملكه المربعه على قلبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. ها عشان بس مش بتحسي بيا، انا ماشيه وسايبه لك البيت. لا يا ريهام لا، عشان خاطري ما تعمليش في قلبي كده، انا ما استاهلش القسوه دي كلها. لو القسوه كانت بتتباع كنت اشتريت 5 كيلو، انا ماشيه. قالت لي كده ومشيت، وانا فضلت عماله اتنطط من الفرحه. ياه على الهدوء يا جدعان، قال هتشحتف عليها يعني. اما اقعد بقى واشوف مين اللي فاتحه اونلاين. وبعد كده قعدت على السفره وجبت اللاب وفتحت شات مع بنت. شوشت حبيبتي، اخراش يا ناس وحشاني. وانت كمان يا زوزو، ايه اسبوع وما شوفكش؟ ما انا اكيد اتركنت على الرف. مستحيل يا شوشو، ده انت عمري وحياتي كلها، وما اقدرش في يوم واحد اعيش من غيرك. ومالك يا شاهندة بلمتي كده ليه؟ حرام عليك يا راجل، بقى بالسرعه دي وانا اللي بقول الواد هينتحر؟ يا اخي يا ريتني ما كنت رجعت. رحت قافل اللابتوب بسرعه وقلت لها ريهام اوعي تفهميني غلط. يا امير يا طيب، ده على اساس ان انا مش قفشتك متلبس مثلا؟ لا خالص على فكره، ده انا كنت بس بعلمها تقول كلام حنين لجوزها مش اكتر من كده، فاعل خير يعني. يا راسي. بدات ان انا اشوف ريهام بتدوخ قدامي وبدات اتوتر. ريهام يا ريهام انت كويسه؟ ميه بسكر بسرعه، رفعت لي الضغط منك لله. وعدى اليوم، وتاني يوم في مكتب عاصم رضا وفتحت الباب لقيت عاصم نايم فوق المكتب. انت اتفضل اصحى. يا عم عبده سيبني شويه بس وانا هقوم. حاضر انا رضا، قوم. طيب يا عم رضا سيبني شويه بس. لا ده انت شكلك مش هتقوم بالذوق. طب ايه يا رضا، ايه اللي عمل ايه دلوقتي؟ اتفرجي بقى وتعلمي. وبعد كده رحت وجبت ازازه ميه ودلقتها على وشه، اتنفض وقام من النوم مفزوع. ايه ده، انت تاني شكلك مش عايزه تجيبيها البر. ايه عملت الشغل؟ رحت نازل من على المكتب وقلت لها ومش عامل، ووريني بقى اخرك ايه. هو قال لي كده وانا خرجت من المكتب بكل هدوء. شوف بقى رضا مش سهله صدقني، وما تحاولش انك تعند معاها، دي ممكن توديك في 60 داهيه، ودي نصيحه مني عن اذنك. ده ايه القرف ده بس يا ربي؟ انا كان مالي بده كله؟ بقى في البيت ابويا وهنا الحاج رضا، كان مالي بكل ده؟ انا كان مالي؟ انا خلاص تعبت، لازم اروح واغير هدومي. وفعلا خرجت من المكتب ونزلت بسرعه من الاسانسير عشان مفيش اي حد يشوفني بالشكل ده. الحمد لله يا رب كده مفيش اي حد شافني. هو اتفاجئت اول ما الاسانسير اتفتح بكم الموظفين اللي واقفين. منك لله يا رضا الكلب. ومشي بكل غرور، والموظفين بقوا عمالين يضحكوا عليه من تحت لتحت. وبعد كده ركب العربيه وروح على الفيلا. عاصم اتاخرت كده ليه امبارح يا عاصم؟ يا خرابي، ما شكلك متبهدل كده ليه؟ كنت بلعب زومبا في المكتب يا ماما، ممكن بقى تسيبيني اطلع؟ مش هيبقى انت والاخ رضا عليا. قال لي كده وسابني وطلع. دي شكلها ابتدت رحله التعزيم من بدري. وبعد كده خرجت الموبايل بتاعي واتصلت على رضا. الو السلام عليكم. هو عليكم السلام يا حبيبتي. ايه ده، انت جايبهولي ناقص قطع غيار. بس ده شكله دماغه ناشفه قوي، فكرته اهدى من كده. وهي ناشفه بعقل، بس معلش استحمليه، وانا هحاول على قد ما اقدر ان انا ما اضعفش، اصل الواد صعب عليا قوي والله. لا يا طنط ما يصعبش عليكي غالي، ووعد مني بعد شهر بالظبط هرجعهولك زي ما استلمته سليم. ربنا يهديه يا رب ويعينك عليه يا رضا. اللهم امين يا طنط. عايزه مني حاجه؟ لا يا حبيبتي شكرا. اما بقى في الاوضه فوق فكان عاصم واقف بيكلم نفسه في المرايه. انا الهانم ايه؟ الاخ رضا يلعب بيا انا الكره بقى، انا بقى هوريك الذكاء، شكلي كده ما تعرفيش بتلعبي مع مين. يا حول الله يا رب، ده باين له اتلبس، احفظنا يا رب احفظنا. هو فين يا عم عبده الجاكيت؟ اتفضل يا بيه جايلك. هو قال كده وخرج، وانا بقيت واقف عمال اضرب كف على كف. استر يا رب استر وجيب العواقب سليمه. وبعد كده خرج عاصم بسرعه وركب العربيه بتاعته لحد ما وصل الشركه. دخل بهيبته، بس هو كان بيتهيأله كده. كل الموظفين كانوا عمالين يضحكوا عليه بس من تحت لتحت. اول ما دخلت المكتب شفت كم لفات عليه. تبقى تقابلني، مش هي اللي هتمشي كلامها عليا. انت يا سكرتير انت. نعم يا فندم. جبت اللي انا قلت لك عليه؟ خرج المفاتيح من جيبه وقال لي اتفضل يا فندم. تبقى توريني بقى هتعمل الشاويش عطيه ازاي عليا النهارده.
الأستاذة رضا بتقول لحضرتك إن الموبايل في المكتب، وعلى الساعة 5 هاجي وهستلم منك الملفات. رحت قعدت على المكتب وحطيت رجل على رجل وقلت له طب روح انت يلا وشوف هتعمل ايه، ولا اقولك عارف طلبات امبارح؟ انا اسف والله بس ما اقدرش، الأستاذة رضا عملت مشكلة معايا امبارح واتخصم لي، فانا بعتذر منك. السكرتير قال لي كده وخرج، وانا كنت قاعد مصدوم. هي وصلت ان السكرتير يقول لي بعتذر ويمشي كمان من وشي؟ رضا كانت قاعدة بتشتغل بكل عزيمة، وانا كنت قاعدة معاه وبظبط الملفات. ده ايه الشركة اللي بعتلنا تهديد دي؟ انا ما بتهددش وهدخل الصفقة. ما بلاش، هنخسر كده كده يا رضا، دي ما فيهاش تنشيف دماغ. لازم عاصم يعرف، بس هدخل يعني هدخل، مش رضا اللي تتهدد. وبعد كده خرجت من المكتب بتاعي ورحت على مكتب عاصم وخبطت عليه. ادخل. عاصم. ايه ده؟ هو انت لسه ما اشتغلتش؟ رحت شلت الجاكيت وعدلت قعدتي وقلت لها مش واحدة زيك تتحكم فيا وتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. الشركة كده هتتدمر بسبب تفاهتك. هو انا اللي كنت ناوي اعمل منك مسؤول واخد رأيك؟ ماشي، مفيش خروج النهاردة كمان. قلت له كده وخرجت وطلعت المفتاح وقفلت الباب. وريني بقى يا شاطر هتخرج ازاي. وانا قاعد خرجت معايا المفتاح بكل غرور وقلت لها هوريكي. وبعد كده رحت على الباب وبقيت بحاول افتحه. ايه ده؟ هو المفتاح ده مش بيفتح ليه؟ بجد نسيت اقولك، انا غيرت الكالون، اصل انا مش مغفله يعني. يلا بكره بقى استلم المستندات، عندك عده النوم، تصبح على خير. بقيت واقف عمال افكر اعمل ايه، وبعد كده رحت على المكتب وخرجت الموبايل. انا بقى هتصل على البوليس. يا ايه ده؟ هو ما بيفتحش ليه؟ ده ايه الحظ ده يا ربي؟ بطل فرق وبرطمه واشتغل بضمير. انا بقى ضميري مش هيرتاح غير لما اضرب في زمارة رقبتي. في احلامك. يلا بقى تصبح على خير. وعد مني الايام اللي جايه هتبقى خراب على دماغك لو مش خلصت شغل. ماشي، هنشوف يا كابتن رضا. ورجعت وقعدت على المكتب بكل غيظ. يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ وبعد كده بصيت على الملفات. لا اكيد مش هشتغل واصدع دماغي. ومره واحده لقيت نفسي سحبت ملف وبدات ان انا اقرا فيه. سبت عاصم وروحت على المكتب بتاعي. روح انت يا ريم، انا هخلص اللي في ايدي وهروح على طول. بس ماما هترجعني لو سبتك لوحدك. يا ست انا هتصل عليها، روح انت. طيب تمام. واول ما ريم خرجت طلعت الموبايل بتاعي واتصلت بماما. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. ماما اعملي حسابك ان انا مش راجعه النهارده، هبات عندي هنا في شغل كتير قوي في الشركه. يعني ايه؟ لا طبعا، هات الشغل واشتغلي هنا في البيت. ما اقدرش والله يا ماما، الشغل مهم قوي. طيب خلي ريم بقى معاكي عشان خاطر اطمن. لا يا ماما، انا مشيت عشان ما تعبهاش. يعني انت مصره تتعبيني وتقلقيني عليكي؟ انا مش زي انا يعني كده. اتعبك ايه بس يا ست الكل؟ بعد الشر عنك يا حبيبتي، انا مش محتاجه ريم في الشغل وما حبيتش ان انا اتعبها معايا. طب خدي بالك من نفسك يا رضا. حاضر يا ماما. خلي موبايلك مفتوح عشان ابقى اطمن عليكي في اي وقت. بس كده من عينيا. حاجه تاني؟ اجيلك واجيبلك اكل، ده انا عامله حته صينيه بطاطس في الفرن، انما ايه تستاهل بقك. لا يا ماما خليكي، انا هخلص وهاجي على طول. طيب ما تتاخريش. طيب انا مش هاكل غير لما تيجي. مصره يعني ان انا ازعل منك يا ماما صح؟ يا بنتي ما هو انا قلبي مش مطمن وانت بعيده عني. ما نتوكل على الله كفايه، ربنا معايا ما تقلقيش. هو نعمه بالله. ماشي انا هعديها المره دي، بس مش عارفه اعمل ايه انا في دماغك الناشفه دي. خلاص بقى يا ماما، ما انا لازم اخلص الشغل اللي في ايدي. طيب يا حبيبتي، في رعايه الله يا بنتي. وبعد كده قفلت الموبايل مع ماما وكنت لسه هشتغل، بس حبيت اشوف عاصم بيعمل ايه دلوقتي. فتحت الكاميرا اللي انا خافيه كويس قوي، لقيته بيقرا ملف. شكلك ما بتجيش بالساهل. وبعد كده قفلت الكاميرا واخدت المفتاح ورحت المكتب عاصم. كنت قاعد مندمج قوي في القرايه، بس اول ما شفت رضا بتفتح الباب رحت رميت الملف وقعدت على الكرسي بلا مبالاه. سبت الباب مفتوح ودخلت وقعدت قدامه. خد. ايه ده؟ هو انت بتديني المفتاح بالسهوله دي؟ مش خايفه مثلا لحسن اهرب؟ بقى في حد بيهرب من مكتبه؟ لا غريبه دي. ده ايه الهبل اللي انا بقوله ده؟ اقصد يعني ان انت مش خايفه لحسن امشي وما اشتغلش. تعرف، انا من دلوقتي مش هفرض عليك تعمل ولا ما تعملش، لان ده راجعلك في الاول وفي الاخر، والشغل اللي انت ماسكه ده امانه من ضمن الامانات. دي ناس فاتحه بيوت. متخيل معايا لو حصل هدم العمود في الشركه ايه اللي ممكن يحصل لهم؟ اول ما قلت له كده سكت وما ردش عليا. رحت انا قمت وقفت وكملت كلامي وقلت له الشركه كلها تتهد يا عاصم، خليك فاكر الكلام ده كويس. امسك الملف كويس وركز فيه احسن ما ترميه. قلت له كده وكنت لسه هخرج، بس عاصم وقفني.
استني. واول ما سمعته بيقول لي كده ابتسمت بخبث عشان حسيت ان انا خلاص خطتي نجحت. لفت لي وقلت له ايوه. بصي، هو انا مضطره اتنازل عن الخلاف اللي بينا بس عشان خاطر الموظفين مش اكتر، وانا مش جايه الشركه هنا عشان اعمل خلاف بيني وبينك، انا جايه هنا عشان اشوف شغلي وبس، واحسن لك تشوف شغلك انت كمان ويبقى لصالح الشركه. ثواني بس قبل ما تمشي، انت كنت ناويه تقولي لي حاجه، ايه هي؟ رجعت وقعدت تاني وقلت له في صفقه كبيره ولو كسبناها تنقل الشركه دي نقله كبيره قوي. طيب كويس قوي، قولي لي بقى صفقه ايه دي وانا هحاول اظبطها، ده انا بحب الشغل اللي فيه تحديات قوي. بس انا اتبعت لي تهديد من شركه منافسه، والشركه دي بقى كبيره قوي اكبر من شركتنا الضعف. عادي. طب وايه يعني؟ ايه التهديد؟ يعني خوفهم من مكسبنا. ايوه، انا كده ابتديت دماغك تعجبني. حطيت رجل على رجل وقلت لها لا، ده انا عليا شويه مواهب دفينه لو طلعوا يكسروا مصر كلها من الحلاوه. ما تتغرش بس كده، الكلام غير الفعل، وانا بقى ما بحبش الكلام، لازم ننفذ. تمام، وانا بقى بتحداك ان احنا هنكسبها. وانا موافقه. وبعد كده رجعت مكتبي، واحنا الاتنين خلصنا الشغل المتراكم علينا على الساعه 1 بالليل. خرجت من المكتب وكان بيصادف نفس خروج عاصم من مكتبه. خلصت بدري يعني. انا خلصت النص، وده بقى النص التاني هخلصه في البيت، اصلا انا تعبت من قعده المكتب. ربنا معاك. وبعد كده انا وهو نزلنا في الاسانسير سوا شويه، ولقيته بيقول لي هو انا ممكن اسالك سؤال؟ طبعا اتفضل. هو مين بقى ده اللي كان مبرشم مسماكي رضا؟ مش لاقي عليكي خالص. من اللحظه دي ممنوع اي سؤال تساله عن حياتي الشخصيه، عايز تسال حاجه يبقى في الشغل وبس، مفهوم؟ الله، هو انت قفشت ليه كده بس؟ ده كان مجرد سؤال مش اكتر يعني. سبته وخرجت من الاسانسير وهو خرج ورايا. طب ممكن سؤال تاني؟ اتفضل. هو انت ازاي بتقدري تدافع عن نفسك بسرعه قوي كده؟ تدريب دفاع، ويا ريت بقى تكون اسئلتك خلصت. وبعد كده خرجت والشارع كان هص هص، يعتبر مفيش ناس في الشارع اساسا. بقولك ايه، انا ممكن اوصلك لو تحبي. بس مره واحده اتفاجئت لما لقيت عربيه وصلت وخرج منها 4 باديجارد، ولقيت واحد منهم بيكلم رضا وبيقول لها هو احنا نقدر نتحرك امتى يا فندم؟ دلوقتي. وبعد كده الباديجاردات رجعوا وواحد منهم دخل عربيه رضا كسواق. لقيتها بتقول لي انت اللي محتاج حاجه؟ لو حابب يعني ابعت حد منهم معاك. ها؟ لا خالص، انا ماشي. وبعد كده رضا مشيت، اتحركت عربيتها وعربيه الحرس وراها. ده ايه الكسفه دي بس؟ يا ريتني ما اتكلمت. وبعد كده ركبت العربيه بتاعتي وروحت. واول ما وصلت البيت بابا كان بيتكلم في موبايل، واول ما شافني طب سلام دلوقتي، على ميعادنا بكره ان شاء الله. عاصم، هو انت رجعت؟ ايوه رجعت. هو انا كنت عملت حاجه لا سمح الله؟ لا خلاص. بابا بقولك ايه، خير عايز ايه؟ هي الصفقات ممكن تتباع بشكل غير رسمي؟ هو في ناس بتعمل كده، بس دي شركات كبيره اللي بتعملها لو الصفقه تهمها يعني. طيب واشمعنى بتسأل يعني؟ لا ولا حاجه، بس كنت حابب اعرف واديني عرفت اهو، شكرا. قلت له كده وسبته وطلعت على الاوضه بتاعتي. ربنا يهديك يا ابني ويصلح حالك وتتعدل بقى. وتاني يوم في بيت حمزه، كان حمزه بيتسحب وخارج. ريهام خرجت من المطبخ وهي لافه راسها برباط اسود ولابسه لبس المطبخ. انت رايح على فين؟ ومالك بتتسحب زي حراميه الشباشب كده ليه يا فندي؟ وقفت بكل هبه وقلت لها يعني هكون رايح فين يعني؟ رايح الشغل طبعا. لا والله، وانا المفروض اني هبله وبتختم على قفايا مش كده؟ وكمان هصدقك. ما هو المفروض برضه تصدقي، ما هو لازم الحياه تمشي يا ريري. ومين بقى اللي عليها العين المره دي يا عم الشملول؟ وهل تجرؤ واحده غيرك تخطف قلبي يا ريري؟ ابدا. هو طلع مضروب، طلع في شنك ومغشوش في صلاحيته يا حبيبي. قال بقولك ايه يا زوز، استر يا اللي بتستر. ادام دلعتيني بعد الكلام الصاعق بتاعك ده يبقى اكيد في مصيبه ونكد. هو انت لسه شفت النكد يا حبيبي؟ ده انا كنت عامله لك عليه ديسكاونت الفتره اللي فاتت دي، بس من النهارده بقى فطار غدا عشاء نكد. طب ايه، مفيش اي سناكس فرحه او بهجه بينهم؟ لا مفيش، ويلا اتفضل اقعد عشان تفطر. قعدت على السفره وقلت لها طيب اديني قعدت اهو، يا مسهل الحال يا رب. وبعد كده دخلت المطبخ وجهزت الفطار، وبعد شويه خرجت لحمزه. بقيت عماله ابص للاطباق وقلت لها ايه ده؟ هو في ايه؟ مال الفطار كله غوامق كده ليه؟ شبه عشتي معاكي يا حبيبي. طيب مفيش حتى مخلل نكسر اللون ده بيه؟ طيب ده انت تأمر يا حبيبي، في زيتون اسود هيعجبك قوي، هدخل اجيبهولك حالا. وبعد كده دخلت المطبخ وجبت طبق الزيتون الاسود، واول ما رجعت ما لقيتهوش. هرب؟
ماشي يا حمزة، الدور الجاي هأمن عليك كويس وما بقاش رهام اما توبتك يا حمزة. طلعت اجري على السلم بكل فرحة ووقفت قدام العربية وانا بدور على المفتاح في الجاكيت. هربت، الحمد لله هربت. يا خرابي على دي جوازة، انا كمال ما انا كنت حر وملك نفسي. بعد كده لقيت ريهام بصالي من البلكونة وهي بتقولي تبقى وريني بقى يا فالح هتدور العربية ازاي من غير مفتاح. يا دي النيلة، نزلي المفتاح يا ريهام وعدي يومك، مش عايزين نسمع الجيران فضايحنا. وكانت واقفة ست كبيرة بتتابع الحوار بحسن نية. لا يا ابني عادي، ده انا بقيت بصحى كل يوم على صوتكم. يعني يما انا اللي جبت ده كله لنفسي. حبيبتي يا ريهام هات المفتاح، انا كده بجد هتأخر على الشغل. يعني انت عايز المفتاح يعني؟ ويا ريت بقى لو بسرعة. وراحت حدفت عليا المفتاح جه في كتفي. يا مفترية، من عند سيادتك. وبعد كده حمزة اتحرك بالعربية ومشي. بعد شوية لقيت الست بتكلمني وبتقولي هو انا يعني مش من حق اتدخل، بس هو انا ممكن اعرف انتوا ليه بتعملوا في بعض كده؟ ده انتم حتى عرسان جداد. اعمل ايه بس؟ النصيب بلاني بيه، بدل ما يخليني اشكر ربنا عليه بقيت ادعي ربنا ان هو يخفف عني البلاء. طب يا بنتي ما تقربي منه وحاولي تفهميه. افهم ايه بس يا طنط؟ الحوار اكبر من كده بكتير قوي، ده بيعرف ستاته كمان من بصبصاتي. طب واتجوزتيه ليه؟ ما خبيش عليكي يعني يا طنط، حبيته، وخصوصا يعني ان احنا ولاد خاله ومتربيين سوا، بس معرفش بقى ليه هو مصمم يكرهني فيه وليه بيعاملني بالطريقه دي. مش يمكن برضه ان انت اللي مش بتهتمي بيه؟ بالعكس خالص، ده انا بطبخ وبكنس وكل حاجه منظماها. اصل ماما فهماني ان الراجل بيحب هدمته النظيفه واكله يبقى جاهز، وانا فعلا بعمل كده، لكن هو ولا فارق معاه تعبي. طب وانتي؟ ده انت اهم من ده كله، لازم تحطي اهتمامك بنفسك من اولوياتك. الراجل بيحب لما يرجع من شغله يلاقيها اول واحده تقابله بوش حنين وجميل، مش ماسكاله ممسحه او بلبس المطبخ. بجد يعني انت شايفه ان ده ممكن يجيب نتيجه معاه؟ يا بنتي ده هو ده اساس مشكلتك اصلا. طب بالله عليكي فهميني اعمل ايه؟ طيب بقولك ايه، تعالي عندي هعمل كوبايتين شاي ونتكلم على روقان. حاضر، هغسل بس الاطباق وجايالك هوا. اما بقى في البيت عند عدنان، فكان عدنان واقف وبيظبط هدومه قدام المرايه، ودخلت عليه شمس الاوضه بسرعه. هو دي عدنان؟ اتخضيت ورحت ناحيتها. هو في ايه يا شمس؟ لقيتها عماله تعيط ومنهاره من العياط. كارثه يا عدنان، كارثه. يا شيخه ما تنطقي بقى، حرام عليكي، هو في ايه بالظبط؟ مش قادره يا عدنان، مش قادره اوصف لك اللي حصل. بقولك ايه يا شمس، انا بزهق من اللف والدوران الكتير، انجزي يلا قولي ايه اللي حصل. ماما يا عدنان، ماما بتموت. ماما؟ قلت له كده وخرج جري من الاوضه، وانا مسحت دموعي. الحمد لله يا رب، انا كده اكون اديت دوري كاخت مخلصه ووفيه كمان. يا رب بس ما يفترش عليا بعد اللي هيحصل. ماما يا ماما، مالك يا حبيبتي، بس اطلب لك الاسعاف. خلاص انا بودع يا حبيبي، خلي بالك من نفسك ومن اختك. بالله يا ماما ما تقولي كده، انت هتبقي زي الفل. بس قبل ما اموت نفسي تحقق لي طلبي يا عدنان، واشوفك متهني ومبسوط انت ومراتك، واشوف عيالك. قومي انت بس بالسلامه، قومي بالسلامه وانا هعمل كل اللي انت عايزاه. بجد يعني انت موافق يا ابني تتجوز بنت عمك؟ ومن دلوقتي كمان، بس انت تبقي كويسه. واول ما قلت لها كده لقيتها قامت وبتقولي طيب يا حبيبي اتصل بعمك بقى وكلمه، وانا هقوم احضر لك البدله وهكوها لك بنفسي كمان. انا من الصدمه اللي انا كنت فيها قعدت على الارض، لقيت شمس داخله عليا وعماله تضحك. شربتها يا لطيف، بس كده ولا كده هتتجوز شاهناز، يعني هتتجوزها. ومره واحده لقيت عدنان وقف لي وكان شكله متغير جدا. استهدى بالله يا باشا، مالك بس؟ عدنان مالك؟ يا ابني هتغلط، ده انا برضه امك هتخش النار. لكن عدنان فاجئهم برد خالف كل توقعاتهم. ماشي يا ماما، طب انا بقى موافق، بس افتكر ان انت اللي هتكوني السبب في كل اللي هيحصل. عدنان قال لنا كده وخرج وهو متعصب على الاخر. ايه ده، هو ماله متعصب كده ليه؟ مش عارفه يا بنتي، ده انا خايفه لا يكون حد عامل له عمل. يبقى نخلي الشيخ حسونه يجي يرقيه. طب والله مش مظبوط الواد ده بقى كده. طب والله لا طلع عليهم المستخبي كله، اما كرهتهم في كلمه جواز ما باش انا عدنان. وبعد كده ركبت العربيه ورحت على الشركه. هي ازاي وافقتها؟ ازاي؟ ما انا قلت لك رضا مش سهله يا حسام، واللي في دماغها هتمشيه لو بيطلعوا الروح. بقى كده ماشي يا رضا. طب شوف يا ريم ايه اللي هي هتعمله بالظبط ويكون على مكتبي من غير ما تتكلم. اكيد طبعا هو ده اللي هيحصل، بس هو ايه كل الكره ده؟ انا ما كنتش متوقع ان انت اللي تعملي كده، هي مش دي اختك برضو؟ شوف يا حسام،
اللي بيني وبينها ده ما يخصكش، انت كل اللي يخصك ان الصفقة دي تكون من نصيبك، وده هيحصل. غير كده بقى ما تتدخلش، عن اذنك. وكنت لسه همشي لقيت حسام وقفني وقرب مني. استني بس، هو انت هتمشي بالسرعة دي؟ ابعد ايدك بدل ما اقطعها لك، انا مش اللي في خيالك المريض ده. قلت له كده وسبته ومشيت. لا، ده انا كده لازم اعرف ايه اللي يخلي اخت تهدم شغل اختها بالمنظر ده، لا وبدون اي مقابل. لا بجد حاجة غريبة. هو كنت لسه هرجع واقعد على المكتب بتاعي، لكن شفت حاجة لفتت نظري حلوة قوي كده. كنت صاحي من النوم بكل نشاط، واقف وبظبط هدومي، لقيت ماما داخلة عليا. ده ايه الحلاوة دي كلها؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايه يا ماما، يعني هتحسد يعني؟ يكفيك شره يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. حاضر يا ماما. هو ركز كويس في الشغل. حاضر يا ماما تمام، ولو عوزت اي حاجة كلمني. يا ماما ما خلاص يا ماما، هو انا في KG1 وطالع رحلة؟ وبعد كده سبتها وخرجت وركبت العربية عشان اروح الشركة. كنت قاعد في المكتب بتاعي بشتغل في امان الله، لقيت عدنان داخل عليا بعصبية وما اتكلمش ولا فتح بقه. يا ساتر يا رب، مفيش حتى صباح الخير. كان حد قالك ان هنا مدخل اهل قريش؟ بقول لك ايه يا حمزة، سيبني في حالي، اطلع اللي فيا كله عليك وانا ماسك نفسي بالعافية اقسم بالله. يا ساتر استر وعديها على خير، اكيد عين وصابتنا انا عارف. وادي شغلي كده الناس هيبتدي. يا عم ما تفضفض وقول مالك، ما انا عارف ومتأكد انك مش هتشتغل وانت في وضعك الحرج ده. وحرج ليه ان شاء الله؟ تكونش شايفني طالع من باب الطوارئ؟ اوف حمزة، انا مخنوق قوي قوي والله. لا معلش، اصل انا مش فاضي اتكلم مع حد، عندي شغل. ما تجلنيش بقى يا اخي، مش كنت عامل لي فيها مصلح اجتماع من ثانيتين بس؟ خلاص يا سيدي، احكي لي، بهزر معاك. امي يا سيدي، ست الكل حبيبة الملايين، مالها؟ لسه بحاول ادخل في حالة اكتئاب، تقوم هي ملبساني في بنت عمي. ما بتضيعش وقت ست الكل. هو انت بتضحك وانا واقف ودمي فاير قدامك؟ بيني وبينك انت معاك حق، انا حصل معايا نفس اللي حصل معاك تبي كل. يا نهار ازرق، يعني انا كده خلاص رحت في ابو بلاش؟ ده انت حتى ما حصلتش غطا جازوزة. طب وانا اعمل ايه دلوقتي بس؟ اهرب اهرب بعيد. هو في يا عم، انت مالك قلبت على سكر كده ليه؟ ما تقلقنيش منك. لا يا عم ما تاخدش في بالك، ده انت واحزانك بتسلوني قوي. تعرف يا حمزة، لو قتل النفس ده مش حرام انا كنت زماني قتلتك. لا انا كان زماني فرمتك ورميتك للكلاب السعرانة. ميرسي، تشكرات تشكرات. بارد يا اخي، يخفي برودك. يوه ما تمدحش فيا قوي كده عشان ما تفشخرش. يا رب يا رب، انا مش طالب غير الصبر على اللي انا فيه، وتاخد لي حق من الواد الظالم ده. لسه ما قبضتش والله. دماغي صداع. من ايه بس؟ سلامتك يا عدنان. بقولك ايه، اضحك عليه بكلمتين، المهم ان انت توقعيه في دباديبك. اتصرفي بقى وعاوزين نفرح. هو بيحبني صحيح يا شمس؟ بصي ده بيموت اقسم بالله، بس هو مش بيحب يبين اللي في قلبه، اصل هو واد خجول كده. عليا يا بت، ده لسه مفركش. لا ما هو ما كانش مرتاح اصلا. المهم بقى تنفذي اللي انا بقولك عليه. قلبي مش مطوعنا امشي وراكي يا شمس، مش عارفه ليه. يا بنتي يا بنتي، ده اخويا وانا حافظاه صم. اسمعي انت بس مني، وان شاء الله بعد القعده دي هنروح للمأذون على طول. ربنا يستر. البسي بس الفستان الجاحد ده، يعني من بين الالوان اللي ربنا خلقها كلها ما لقيتيش غير الاسود يا شمس؟ وماله الاسود؟ ده ملك الالوان على فكره، وعدنان بيحبه قوي قوي. لا بدايه مبشره بالخير فعلا. بقولك يا شمس، استني بس بدور على الطرحه اللي تمشي عليه عشان تطلعي قمر. رحت شدتها من هدومها وقلت لها لا انت تاخدي بعضك كده وتطلعي بره يا حبيبتي، سلام. رحت قافله الباب. هو احنا فينا من كده؟ ماشي يا شاهيناز، بقى خدتيني لحم ورميتيني عظم. اخصى على الايد اللي طلعت لك الفستان وما تمرش فيكي. امشي من هنا لا اطلع لك يا شمس. والله وكبرت يا شمس وبقيتي تنطردي، اما انزل اشترك الشيبسي يمحي كرامتي اللي اتمسح بيها بلاط البيت ده. وبعد كده اخدت بعضي ونزلت دخلت السوبر ماركت. عمو حماده ازيك وازاي الحاجه والاولاد؟ الحمد لله يا شمس، ادينا عايشين وبنحمد ربنا. المهم بقى انت كويسه؟ زي الفل الحمد لله. المهم بقى عايزاك كده تدلعني عشان زعلانه شويتين. شيبسيهياتك شوكولاتاتك، ولو في بيبسي بقى يا سلام، تبقى عملت معايا الصح. وطبعا هتدبسي عدنان في الفلوس. الله عليك يا عم حماده يا فهمني. وبعدين اخته ايه؟ لازم يصرف عليا طبعا، وبعدين ده هيبقى عريس قد الدنيا. الف الف مبروك. الله يبارك فيك، عقبال اولادك ان شاء الله. وعقبالك انت كمان يا شمس، لما يجيلك ابن الحلال اللي يسعدك. الله ما تكسفنيش بقى يا عم حماده، انا لسه صغيره.
بقى انا راضي ذمتك؟ بقى ده منظر واحده مكسوفه؟ اعتبرني اتكسفت يا عم حماده. الله، ما تدقش قوي كده وتحبكها، خلي على قلبك مراوح. ده الله يكون في عونه. الدم هتكون راضي عليه، ده يا سعده يا هناه، ده هيمتلك جوهره ثمينه. وبعد كده دخل شاب علينا واحنا بنتكلم. بالله عليك يا عم حماده، بسرعه هاتلي علبه مناديل. خد يا ابني. خير يا شاب، هو في حاجه؟ طمني يا حبيبي. امي تعبانه شويه، لو تعرف اي حد يدخل يدي حقن، اصل ما فيش حد في الصيدليه. لا الف لا باس على الحاجه، انا بعرف ادي حقن، اقدر اساعدها. هو انت بتعرفي بجد ولا تاخدينا فار تجارب؟ لو سمحت ما اسمحلكش. هو انت ما تعرفش بتكلم مين ولا ايه؟ لا والله. معاكي الممرضه شمس سرنجه، بس حاليا لا اعمل، بس خبره معديه صافي. تعالي وربنا يستر، امري لله. يا رب يا رب عديها على خير. بقول لك ايه يا عم حماده، هاجي اعدي عليك واخد الحاجه بعد المصلحه. سلام عليكم. طيب يا بنتي. وبعد كده رحت معاه البيت اللي ما كانش بعيد خالص، واكتشفت ان احنا جيران. اول ما وصلنا الشقه فتحت الباب على الاخر علشان خاطر تبقى مطمنه. اتفضلي ادخلي. سقفت وانا داخله وبقول يا ربي يا ساتر. ايه في ايه؟ بالراحه، بقول لك ماما تعبانه. لا يكون حد خلع راسه ولا حاجه، بقى انا غلطانه يعني؟ يا باي عليك. وبعد كده دخلنا في اوضه، الست كانت قاعده وتعبانه. البنت دي اللي هتركب لك الكانولا يا ماما، هانت اهي. وبعد كده قربت منها عشان اركب لها الكانولا. عاش يا حاجه يا ام شهاب، شد حيلك كده، ده انت لسه في سن الشباب، ما تكبريش نفسك بشويه سخونيه. هي مين يا ابني البت الهبله دي؟ والله ما اعرف. بالشفا يا حاجه، عن اذنكم بقى. شكرا على الخدمه، ولو ده واجبي برضه، عن اذنكم. وبعد كده خدت بعضها ومشيت وانا قفلت الباب. هو انت كويسه يا ماما دلوقتي؟ سلامة عقلك يا ابني، ده لسه العلاج بيقول يا هادي. معلش من قلقي عليكي بس. تعرف يا شهاب، انا نفسي اوي اطمن عليك واسطرك كده واشوف عيالك قبل ما اموت. بعد الشر عنك يا ماما، ده انت هتجوزيهم كمان. ياه، ما خلاص يا ابني، نطلب من الله حسن الختام. بس عارف البنت دي شاطره قوي، ايديها خفيفه كده، ابقى خليها بقى تيجي تركبها لي على طول. والله يا ماما انا لقيتها واقفه في محل عم حماده بالصدفه، هبقى اساله عليها باين عارفها. طيب يا ابني ربنا يبارك لك يا رب. كنت قاعد انا ورضا في مكتبي وبنتناقش في الصفقه. هاي ايه رايك بقى؟ احنا لازم نسبق المنافس بخطفه، وبدل ما نخسر خالص نجازف بس بشياكه. ايوه بس احنا لو جازفنا قوي يبقى الصفقه ملهاش لازمه. ايوه ما انا عارف، بصي بس وفتحي مخك، شكلك كده هتتعبيني. بقى انا ولا انت اللي مش عارف تشرح؟ بقولك ايه، اجلي الخناقه دي لبعدين، احنا دلوقتي بنشتغل. طيب اذا كان كده ماشي. بص يا ستي، انت دلوقتي معاكي رغيف عيش، تمام؟ تمام. وانا بقى معايا رغيف الا ربع، تمام؟ انجز. وانت افترضنا ان انت جعانه، بس في واحد قدامك هيموت ولازم ياكل، ولو اكل هيديكي كل ما يملك. اها، انا طمعان وانت طمعانه في الراجل، بس انت جعانه قوي. هنا بقى لو اديتيله الرغيف هياكل ويشبع وانت هتستولي على كله، اما بقى لو اخدت من الرغيف ممكن انا اكسبك. لا جامده الفكره الصراحه. امال ليه بس يا بنتي؟ دماغ شغاله مش بتنام. بصي روحي انت وانا هشتغل على الورق اللي هنقدمه وهديهولك اول ما نخلص. تمام، عاش يا اسطى، استمر. وبعد كده رضا خرجت وانا كنت لسه هشتغل. اخ، ده انا نسيت اكمل الخناقه. يلا بقى مش مهم، هبقى اتخانق وانا بديها الملف. عدى وقت مش كبير قوي، قمت بكل تعب وانا ماسك ملفين ورايح على مكتب رضا، لقيت ريم وقفتني. ازيك؟ اتمنى ان انت تكون اتغيرت عن اقتناع. ان شاء الله. هو ايه الورق ده؟ ده ورق الصفقه. طب هاتوا كده انا هدخلهم لرضا. طيب خدي. وفعلا عاصم اداني الملفات ومشي، وانا استغليت الفرصه دي ودخلت بسرعه على مكتبي وصورت الورق. الو، ايوه يا حسام، كل الورق صورته وهبعته لك حالا على الواتساب. انا ما كنتش اعرف ان انت بتموتي في الانجاز بالسرعه دي. انا عملت اللي عليا، جه الدور عليك يا حسام. بتمنى تقوم بالدور صح وما تخيبش ظني فيك. ابدا، ده انت طلعت تستاهلي تمثال في الندالة. كلمة واحدة تانية وهتصرف تصرف مش هتحبه، وحط كلامي ده بقى حلق في ودنك عشان ما تنساهوش ابدا، عشان انا لو قلبت عليك هكرهك في عيشتك. سلام. يخرب بيت كده، ده ايه البت دي يا ربي؟ دي ميكس ندالة مع شراسة، ده انا لازم احرص منها. وبعد كده جيت اخرج بورق الصفقة، اتفزعت اول ما شفت اللي قدامي. ريم معلش ممكن الورق؟ اتفضل اتفضل. خدت منها الورق ومشيت ورحت عند رضا وخبطت على الباب. ممكن ادخل؟ ايوه اتفضل. انا جبت الورق بنفسي اهو. ببص عليها كان باين علامات الضياع على وشها. طيب اتفضل وسيبهم.
ايه مالك مش فرحانه ليه؟ اطلع بره دلوقتي يا عاصم لو سمحت. بقيت مستغرب جدا من رد فعلها. طب هو في ايه؟ لو في مشكله ممكن تقوليلي، ممكن اقدر اساعدك. لو سمحت اتفضل. اتضايقت جدا منها وخدت بعض ومشيت، ومش عارف ايه سبب التغيير المفاجئ ده اللي حصل مع رضا. ركبت العربيه وصلت للبيت. يا اهلا يا اهلا بحبيب ماما، عامله لك الاكل بايديا النهارده. رضا قالت لابوك ان انت بتشتغل وكمان بتشتغل حلو قوي. هو في ايه ها؟ هو انتوا ليه دايما كده؟ ليه بتعاملوني على اساس ان انا طفل ومحتاج دادا؟ ليه مش مستوعبين ان انا اقدر اتصرف لوحدي؟ ليه كده؟ انا تعبت بقى. قلت لها كده وطلعت اوضتي وقفلت الباب. يا ريتني ما كنت اتكلمت. وبعد ساعه كنت قاعد على مكتبي في الاوضه بتاعتي، كنت بنجز شويه اعمال بسيطه، وبعد كده الباب خبط. ادخل. لقيت الباب اتفتح وماما داخله عليا بصينيه الاكل. انا عارفه انك جعان. لا مش جعان انا خالص. واول ما قال لي كده رحت حطيت له الصينيه. طب وقت اما تجوع بقى اهو الاكل قدامك اهو. وخرجت بره الاوضه. استنيت لحد ماما ما خرجت وطلعت اجري على الاكل، وبقيت عماله اكل بسرعه قوي. ومره واحده الباب اتفتح ولقيت ماما داخله عليا. اجيب لك عصير؟ بلعت الاكل بسرعه وقلت لها طيب تمام، ولو عصير مانجا بقى تبقي عملت معايا الواجب على طول ومش هتاخر. بقيت قاعد وعماله اضحك على نفسي. هي كسفتك يا عاصم. وبعد شويه كانت ماما عملت العصير ودخلت وقعدت جنبي. اتفضل. شكرا ماما، انا اسف. على ايه بس يا روح قلبي؟ انا عارفه ان ساعات الشغل بيخلي الواحد مخنوق، باباك كان دايما بيبقى كده. لا بس انا زعقت وما يصحش ابدا ان انا اعمل كده. عادي، غلطه مره ومش هتتكرر تاني. يلا بقى سيبك عشان تشوف شغلك. وبعد كده بصت ايد امي وقلت لها ربنا يديمك نعمه في حياتي يا ست الكل. بقت فرحانه قوي من كل قلبي عشان اخيرا ابني اتغير. ربنا يحفظك يا ابني يا رب وييسر امورك. كنت قاعده انا وماما وريم على السفره وقاعدين بناكل احنا كلنا. قال لي قولي لي يا ريم كنت فين النهارده؟ اصل انا كنت عايزاكي وما لقيتكيش. ها؟ انا كنت ايه؟ اول مره اشوفك متردده كده، غريبه صح؟ لا مش متردده خالص على فكره. امال ليه بقى؟ ما تجاوب على سؤالي بسرعه. اصل رحت اتمشيت شويه، اصل كنت زهقانه قوي النهارده. بقى كده يا ريم تقلي اختك عليكي؟ انا زعلانه منك. يا سلام، وفيها ايه يعني لما اخرج براحتي؟ اشمعنى لما رضا بتخرج مش بتحاسبيها؟ علشان هي عارفه هي بتعمل ايه كويس، مش بتتصرمح. تمام يا ماما، يبقى بلاش شغل خالص. اقف عندك هنا واحنا بنكلمك وردي عليا كنت فين؟ ما انا قلتلك. لا ده انا لما ابقى عبيطه ومختومه على قفايا ايه بتحكي عليا بالكلمتين دول؟ كنت فين يا ريم؟ كنت مكان ما كنت، انا حره بقى. قمت وقفت وقربت من ريم وقلت لها انا اخر مره هسالك كنت فين يا ريم؟ هو انا اخر مره هقولك انا حره. بكل هدوء سبتها وطلعت على الاوضه بتاعتي. مش عارفه ليه حسيت ان رضا مخبيه عني حاجه، والموضوع ده قلقني قوي. يا بنتي كنت فين؟ قلقتيني. ايه ده يا ماما؟ هو انت بتخافي عليا؟ الله، مش بنتي ولازم اخاف عليكي؟ لا اطمني، مفيش حاجه، انا كويسه قوي كمان. رجعت البيت وكنت تعبان قوي، بس اتصدمت لما شفت ورد وشموع وجو خيالي. ايه ده؟ هو انا دخلت شقه غلط ولا ايه يا جدعان؟ لا بس الباب فتح، غريبه دي. ومره واحده لقيت ريم خارجه عليا بلبس البيت الجميل بتاعها وبتقولي اهلا يا حموزي، نورت البيت. بقيت واقف ومخضوض من التغيير المفاجئ ده. ايه ده؟ انت مين يا وليه؟ ده ايه الرد ده؟ ده انت فصيل. فين ريهام مراتي؟ الجرأة يا راجل، انا مراتك، يا حول الله يا رب. استحالة تكون مراتي. لا، فين العباية اللي كلها زيت وبصل والشعر اللي شوية وهيلمس السقف؟ فين ده كله؟ استغفر الله العظيم يا رب، يعني هو لا كده عاجب ولا كده عاجب؟ ما تحدد يا عم انت عايز ايه بالظبط؟ طيب اديني اشارة واحدة ان انت مراتي. الله، حمزة اتعدل لي، حمزة لا مش واسيب لك البيت. ايوه هي دي مراتي. الله صحيح، ايه الحلاوة دي كلها؟ اتكسفت جدا وقلت له شكرا، انا اقصد الشمع. هو انت مكسوفه ليه كده؟ يا حول الله يا رب، هو احنا لسه بنتعرف؟ تصدق بالله ان انت خساره فيك الابتسامه حتى. بس يعني مش كان تمن الكلام ده كله والورد كنت جبت لنا فرخايه كده حلوه ملزلزه نمزمز فيها؟ صح معاك حق. قلت له كده كنت لسه هروح واطفي الشمع، راح حمزه وقفني. طب والله العظيم بهزر، بلاش اهزر يعني في الجو الشاعري ده. يا حبيبي ده هزار يجلط. تسلم ايدك، والله عامله شغل عالي. بجد يعني عجبك؟ والله عجبني جدا. ده انا مش مصدق اصلا ان انت اللي عامله كل ده. يا رب تتغير بقى يا حمزه، عيب عليكي، لازم اتغير طبعا بعد الشمعتين دول. اتريق. لا والله بتكلم جد، لازم اتلم بقى وكفايه مرقعه لحد كده.
بجد يا حمزة؟ يعني مش هتعرف بنات عليا تاني خالص؟ ده انت ست البنات، قلتها لي كتير وبعدها بلاقي 10 دخلوا حياتك. لا خلاص والله مسحتهم كلهم باستيكة لان هم قلم رصاص، اما انت بقى حبر من اللي بيطبع في قلبي كده اهو. كل بعقلي حلاوة كل، يلا اهو مش قدامي اي حل غير ان انا اصدقك، داخله اغرف الاكل. ريهام قالت لي كده وسابتني ومشيت وانا كنت حاسس بتأنيب الضمير. ياه بقى للدرجة دي فقدت فيا الامل. رحت انا وماما وشاهدة عند بيت عمي عشان اتقدم لشهناز. منورين البيت والله. بنورك يا حاج. وبعد كده لقيت ماما بتغمزني وبتقولي ما تتكلم يا واد. الله ما تتكلم انتي، هو مش انتي اللي مدبساني؟ ماشي يا جزمة الجزم. ازيك يا ام العروسة؟ الله يسلمك يا حبيبتي. طبعا عدنان يا عمي غني عن التعريف وجاي في الخير. اتفضل يا عدنان. يا بنتي طب والله لما نروح يا شمس اما خليتك تغيبي ما بقاش انا عدنان. انا شرفني يا عمي ان انا اطلب ايد بنت حضرتك شهناز على سنة الله ورسوله. واول ما قلت كده لقيت ماما وشهناز وشمس زغرته، بس دي مش زغروطه دي سرينة اسعاف. زغراتي على حزن ابنك ياما. يا حبيبي ده انت ابني واديك شهناز وانا مطمن. الله مش لما اوافق الاول يا بابا؟ الله ينور عليك. شوف يا عمي بنتك دي بتفهم. طب وانت ايه رايك يا شهناز؟ اللي انت تشوفه يا بابا، خلاص بقى مش تكسفني. لا حول ولا قوة الا بالله. ما كانش يومك يا عدنان، ده ايه العيلة العبيطة اللي انا وقعت فيها دي يا ربي. اما بقى في كافيه فكانت قاعدة خطيبة عدنان القديمة مع قريبها الغني. قال قول لي يا هادي، هو انت بقى مش ناوي تتجوز يا هادي؟ اكيد طبعا بس مستني القمر يوافق. ايوه بقى يا بنت يا مرام شكلها هتلعب. وهي مين بقى القمر دي؟ اول مرة اعرف ان القمر ما يعرفش نفسه. ايه ده يا هادي انت فاجئتني الصراحة. انا ما اقصدش ابدا لا سمح الله بخروجاتنا دي ان انا اعلقك بيا. لا ما هو انا عارف، بس انا كنت معجب بيكي من قبل ما اسافر كمان من زمان قوي. ما تكسفنيش بقى يا هادي. بص يا مرام انت لو وافقتي انا ممكن اكلم الوالدة على طول ونكتب الكتاب. يوه بالسرعة دي؟ يعني مش نعمل خطوبة الاول؟ لا طبعا انا لازم اعدل بينك وبين ام احمد. ام احمد؟ ايوه كانت معارضة زيك كده، بس الكلام ده في الاول وبعد كده اتجوزنا على طول هي وام زياد. احي ام زياد؟ وام خليل اللي جاي في السكة ان شاء الله. وفي اللحظة دي كنت حاسة ان انا خلاص هتشل. الله ينتعب بالسلامة يا اخويا. هنكتب على طول ولا ايه رأيك؟ قمت وقفت وقلت له هو والله انا من رأيي تروح تقعد جنب ام خليل علشان تعبانة، ويا ريت بقى ما تجيش عندنا تاني عشان في شغل كتير عن اذنك. قالت لي كده وسابتني ومشيت. ايه ده هي رفضت ليه؟ غريبة لا تكون مجنونة مثلا. الحمد لله ان الموضوع ما تمش من الاول. روحت البيت ودخلت من الباب وانا عمالة اكلم في نفسي هو في ايه يا مرام؟ انا ايه اللي وقعني في مسلسل الزوجة الرابعة ده؟ انا اللي استاهل، انا اللي اتبطرت على النعمة اللي كانت في ايديا. ما كان كويس ليه كده اللي انا عملته ده؟ يا بنت ما ترد عليا يا بنت، في ايه؟ ما عرفتيش تقنعيه؟ لا طبعا، وكان جاي يكتب الكتاب على طول. كان؟ ليه؟ هو حصل ايه يا بنت؟ ما انا اللي رفضت على طول برضه. ليه يا موكوسة كده؟ ما هو اصل هو مش فاضي الغلبان، وراها ام احمد وام زياد وام خليل وابنها التاني اللي جاي في السكة. يا نهار ابيض طلع متجوز؟ وكنت هكون حسن الختام، ما هو الرابعة تابتة ولا ايه يا ماما؟ يا اللي قلت لها هينغنغك، مش قبل ما تفكري في النغنغة مش تشوفي احواله الاجتماعية الاول؟ اهو طفشت الواد ورنيته كلمتين زي السم، ومستحيل ابدا يرضى ان هو يرجع لي تاني بعد اللي انا عملته معاه. والله يا بنتي ما كنت اعرف ان هو متجوز. انا اللي وقعت يا ماما وقعة سودا ملهاش حل، ومش عارفة ايه العمل دلوقتي. انا اللي ضعت، يا ريتني ما بعت وهو كان شاريني. ادي اخرة الطمع. صحيح الطمع قل ما جمع. وتاني يوم الصبح ماما كانت بتصحيني. حبيب ماما قوم يلا هتتأخر على الشغل. قمت من النوم بزهق وافتكرت اللي حصل امبارح. مش رايح الشغل، ماليش نفس، ولو رحت النهارده هعك الدنيا، فممكن تسيبيني لو سمحتي؟ خلاص يا حبيبي اللي يريحك، انا هنزل اجيب لك الفطار. لا يا ماما ماليش نفس افطر، لو سمحتي ممكن ما تضغطيش عليا؟ ممكن. خلاص يا حبيبي اللي يريحك. وماما خرجت من هنا وانا شديت الغطا عليا كويس وكنت هنام، بس الموبايل بتاعي فضل يرن. قمت عشان اقفله بس لقيت رضا هي اللي بتتصل. رديت وانا عامل نفسي نايم. صباح الخير، انا عارفه انك زعلان من رد امبارح، انا اسفه. واول ما لقيت كده قمت بسرعه من على السرير. ايه ده؟ هو انت بتعتذري زي الناس كده عادي؟ علشان ما كانش ينفع اتصرف معاك كده امبارح، بس والله كان غصب عني. لا على فكره مش زعلان خالص،
انا الموضوع اساسا مش فارق معايا، براحتك. بجد؟ طيب هو الصراحة كان فارق شوية، يعني شوية صغيرين، وده للأمانة. صغيرين بس؟ طب ما تقوليلي بقى، هو كان مالك الرضا امبارح؟ لما تيجي هتعرف كل حاجة، ولا انت باين عليك لسه نايم ومش جاي النهاردة؟ ايه ده؟ مين اللي قال كده؟ ده انا بلبس اصلا. سلام بقى عشان ما تعطلنيش. سلام. قفلت معاه بسرعة ولبست هدومي ونزلت جري على المطبخ. ماما يا ماما، انا جعان، في سندوتشات عشان مستعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حفيظ هو انت قطعتها لما شفت سندوتش واخدته. مفيش وقت للنقاش، دقت ساعة العمل. وبعد كده خرجت وركبت العربية وانا باكل السندوتش، وكنت رايحة على الشركة، بس جات لي مكالمة وغيرت كل حاجة. ايه ده؟ هي رضا بترن تاني ليه؟ قالوا السلام عليكم. لقيتها بترد عليا بنبرة كلها فرحة. وعليكم السلام، انت فين؟ انا جاي في الطريق اهو. بس ايه الفرحة دي كلها؟ خير. الصفقة نجحت وبقت من نصيبنا يا عاصم. هو انت بتتكلمي بجد يا رضا؟ انا بجد مش مصدق نفسي. اخيرا. تعالى يلا بسرعة. عيوني يا احلى رضا في حياتي. لا بقولك ايه، اتلم. يا ستي حقك عليا، زلت لسان. لو كده تمام، يلا بقى مع السلامة. مع السلامة. والله وعملوها الرجالة. الله عليك يا واد يا عاصم يا لعيب. قمت من النوم على ريحة اكل بيتحرق. يا ستار يا رب، ده ايه الريحة دي؟ ببص جنبي ما لقيتش حمزة. هو ده راح فين هو كمان؟ قمت بسرعة ودخلت على المطبخ، لقيت حمزة لابس مريالة المطبخ وبحاول يشيل البيض اللي لزق في قعر الحلة. ما تطلعي بقى، ده لو الحلة عليها ديون ما كنتش هتلزقي فيها كده. بقت واقفة فطسانة على نفسي من الضحك عليه. بتعمل ايه يا سي حمزة؟ واول ما قلت له كده وشافني رمى الحلة بسرعة في الحوض. ها؟ لا ولا حاجة يا حبيبتي، انت صحيتي ولا ايه؟ يو، امال العفريت يعني اللي واقف قدامك؟ مالك يا حمزة في ايه؟ بتتصرف زي اللي عاملة كده ليه؟ بصي، اصل الصراحة بقى جيت عشان اعمل بيض مقلي، راح لزق في الحلة وباظ. اولا دي مش بدلة الشركة، دي بدلة المطبخ. وثانيا بقى البيض مش بيتقلي في الحلة يا فهيم. طب كنت شاكك والله، بس اللي حصل بقى. بس غريبة، على طول يعني كنت بتصحيني عشان خاطر اعمل لك الاكل، اشمعنى النهارده يعني؟ والله انا قلت بما انك امبارح تعبتي وعملتي لي مفاجأة فحبيت ارد لك المفاجأة دي، بس طلعت بقى مفاجأة محروقة. لا مؤاخذة بقى يا ست الكل، حقك عليا. ابتسمت وقلت له ولا يهمك يا حبيبي، حصل خير. ده ايه ده؟ الله اكبر، يحيى العدل. هو في يا حمزة؟ نهار ازرق. واخيرا قلت لي حبيبي وبنفس. ده ايه اليوم الجامد ده انا بقى هصحى كل يوم احرق بيض لو هتعامليني المعاملة دي على طول. بقيت واقفة وعمالة اضحك عليه. ده انا ما طلعتش مجنونة لوحدي بقى. بقولك ايه يا ريهام، انا هاخد اجازة من الشغل النهارده. بقولك انا ايه، احنا هنقضيها صرمحة بقى ولا ايه؟ البدلة جاهزة من امبارح في الدولاب، خش خد لك شاور ويلا على الشغل. ايه ده؟ طب وليه بس القلبة دي؟ ما احنا كنا زي الفل. انت تحمد ربنا، ده انت مبهدل لي المطبخ وهسكت. لا هو في دي الصراحة كتر خيرك. وبجد ما تنساش تسيب فلوس عشان اروح واجيب طلبات للبيت. بس كده؟ حاضر. يعني ما زعقتش يعني؟ هو انت عايزاني ازعق؟ اقصد لا، بس مش العادة يعني. بيني وبينك يا ريهام، انا حابب اوي ان انا اغير حياتي، عايز ابقى حاسس بالمسؤولية. كفاية اوي صرمحة لحد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت واعي للكلام اللي انت بتقوله يا حمزة، ولا تكونش بتضحك عليا بكلمتين زي كل مرة؟ لا يا ريهام، انا بتكلم بجد المرة دي. انا غلطت في حقك قوي، وما كانش صح ان انا اعمل كده. تبقى انت شايله البيت ومستحملاني. جه الوقت اللي انا ابني كل اللي انا هديته بايديا. انا اسف يا ريهام. انا مش غريبه عشان تتاسف لي يا حمزه، انت جوزي وحبيبي، وان ما كنتش اشيلك في عيوني يبقى ايه لازمتي؟ ما تحرمش منك ابدا يا ريهام، ولا منك يا نن عيون ريهام. كنت نايم ورايح في النوم، ومره واحده لقيت شمس جت وبتزقني جامد، وقعتني من على السرير. قمت مفزوع. ايه يا بيه بقى كل ده نوم؟ ده انت ناموسيتك كحلي، الساعه بقت 8 الصبح. هو انت ايه اللي انت عملتيه ده؟ ممكن افهم؟ ما انا قاعده وعماله اقول يا دودو قوم، يا دعدع قوم، يا سي عدنان قوم، وعماله حايل ودادي فيك وانت مش راضي تصحى. اعمل ايه تاني؟ ها جبت اخري معاك يا اخي. لا والله بقى بتقولي لي دعدع وعايزاني اقوم؟ ده انا المفروض بعد دعدع دي اقوم انتحر، ثم بقى ان دي مش طريقه عشان تصحيني بيها. قال لي كده وكان لسه هيهجم عليا، رحت طلعت اجري من قدامه. الحقيني يا ماما، ابنك عايز يضربني. وبقيت انا عمال اجري وعدنان عمال يجري ورايا. هو انا هضربك بس؟ ده انا هطلع عليكي كل اللي اتعمل فيا بسببك يا شيخه. بقول لك ايه يا عدنان، مالكش دعوه بيها، انا اللي اديتها الاذن ان هي تصحيك كده. ايوه صح، شفت؟ عارض امك بقى وبقى الابن العاق. اسكتي يا فرن انتي،
ثم يعني ايه مديها تصريح ان هي تصحيني؟ رئيس وزراء انجلترا؟ ده مش اسلوب يا ماما على فكرة. احنا غلطانين ان احنا مصحيينك بدري وشايلين همك. انا داخل اغير هدومي، وما تنساش تيجي النهارده بدري عشان تروح مع خطيبتك تجيبوا الشبكة. ماشي عرفنا خلاص. تبقى بقى عدي على البقال وحاسبه عشان اشتريت يعني شوية طلبات صغيرين كده. حرام عليك يا شيخة، مرتبي بيشكي بسببك. اختك انا ولا مش اختك؟ ها، انا على راحتي يا حبيبي. طيب ماشي، لينا قاعدة مع بعض. وبعد كده دخلت وغيرت هدومي ونزلت تحت عند البقال. ازيك يا عم حمادة؟ شمس كانت واخدة منك طلبات امبارح وكنت عايز احاسب عليهم، هما كام؟ عم حمادة مسك الدفتر وبص فيه ولقيته بيقول لي شمس واخدة طلبات ب156 جنيه يا ابني. يا بنت بقى هي دي الحاجات البسيطة يا شمس؟ يا شيخة روحي منك لله. كان طلع من المحفظة 160 جنيه واديتهم له وجيت عشان امشي لقيته بيقول لي استنى يا ابني ليك 4 جنيه خلوهم لك يا عم حمادة، ما هي كده كده خربانة. وبعد كده مشيت ولقيت شاهناز واقفة وعمالة تتخانق مع بياع الخضار. هو يعني ايه لا؟ انا ما يضحكش عليا، انا اخد ال2 كيلو ب10، غير كده ما يلزمنيش. واول ما قلت للبياع كده راح فضي كيس الطماطم. يلا يا ست الله يسيئك من هنا، ما عندناش طماطم للبيع. ليه كده؟ حرام عليك، ده انا منقياهم بالواحدة وطلع عيني فيهم. روح يا شيخ يا رب ما تبيع ولا واحدة بس. ها. وبعد كده شاهناز مشت وانا كنت واقف وشفت كل اللي حصل. وبعد كده وقفتها وقلت لها ده ايه اللي انت عملتيه ده؟ بتتخاني مع الراجل عشان خاطر 2 كيلو طماطم؟ ابعد عني انت كمان عشان انا مش ناقصه على الصبح. قالت لي كده ومشت وانا استغربت قوي رد فعلها. رحت اتصلت على شمس، كنت قاعده ماسكه الموبايل وبلعب فيه. الله عليك يا شموسه، هكسب الدور ده وهبقى وصلت يوه، هو ده لازم يرن دلوقتي؟ ايوه انزلي لي عايزك. لا والله كنت مغفله انا ولا مغفله؟ عايزنا انزل لك عشان خاطر ترن لي علقه في الشارع. طب كويس ان انت عارفه، بس بدل ما انا ما اروح لك تعالي لي عشان عايزك. اوف طيب يا اخويا نازله اهو. وصلت للشقه بتاعتنا ودخلت وانا زعلانه. لقيت ماما بتقول لي هو في ايه مالك؟ مفيش يا ماما بس زهقانه شويه. طب وفين الطماطم؟ البياع مش راضي يبيع لي وانا بقى مش نازله تاني ومنه لله. ها يا رب يا رب الطماطم اللي معاه كلها تبوظ. هعمل لكم النهارده مكرونه قرداحي بقى. كنت واقفه في المطبخ وجرس الباب رن. افتحي يا شاهيناز. خرجت من المطبخ وفتحت الباب، اتفاجئت بكيس الطماطم في وشي. وبعد كده كيس الطماطم نزل واتفاجئت بشمس وهي بتغمز ليا وبتقول لي الطماطم اهي يا بت. ايه ده ان شاء الله؟ مش فاهمه، ولو عايزاني اطبخ لك فانا مش فاضيه. يا بت يا بت الطماطم اهي يا بت. شمس بقت عماله تقول لي كده وهي عماله تغمز لي. او بعدين هنسب الطماطم يعني ولا ايه؟ يخرب بيت دماغ البهايم. يا بنت اخويا جاب لك الطماطم، انا ماشيه، ده انا هشيل ذنبه في الجوازه دي. شمس قالت لي كده ومشت وانا فضلت واقفه يجي دقيقه عشان استوعب اللي حصل. وبعد كده ضحكت وقفلت الباب. جاب لي طماطم، ده طلع بيحبني. عدى الوقت وكنت قاعد انا وحمزه في المكتب. حمزه كان عمال يكلمني بكل هيامه وبيقول لي وقررت يا سيدي بقى اتعدل. الحمد لله، ربنا يهديك يا سيدي، ان انا مش مصدق ان انت اخيرا اتخليت عن كل قذراتك. الحمد لله خلاص بقى يا عم، انا نويت ان انا امشي عدل بقى. المهم انت عملت ايه في قصه بنت عمك دي؟ رايح بعد الشغل عشان انقي الشبكه. يا سلام، ومالك بتقولها من غير نرفزه كده يعني عايزنا اشد في شعري يعني يا عم؟ يا حول الله يا رب، ما يمكن وشها حلو عليك يا عدنان. ضحكت على كلام حمزه قلت له ده انا الصبح اول ما شفت وشها كانت طالعه من خناقه مع بياع الخضار. حلو، ست اصيله بتتخانق عشان لقمه العيش. بلا وشها حلو عليا قال اشتغل يا عم بلاش لكاعه. ومره واحده لقينا واحده زميلتنا داخله علينا بكل فرحه وهي بتقول لنا مش هتصدقوا اللي حصل يا شباب. ايه خير يا سماح؟ الشركه اتنقلت نقله كبيره قوي، كسبنا صفقه دمار، حلم العمر كل المرتبات هتزيد. ايوه بقى هي دي الاخبار ولا بلاش؟ ابتسمت وقلت طب كويس، وشها حلو عليا. طب والله اللي صعبان عليا ان هي اتدبست فيك يا نكدي، فك بقى وخليك روش. اسكت انت بس. اما بقى في المكتب عند رضا، ريم كانت واقفه وبتغلي من جوه، وعاصم بكل فرحه قال لها اخيرا انا مش قلتلك ان احنا هنكسبها؟ الف مبروك يا عاصم، انت تعبت وليك النسبه الاكبر في النجاح ده برضه. لا انا عايزك تقولي الف مبروك لينا احنا ابتديناها سوا وهنكملها سوا ان شاء الله. خد بقى الورق ده وراجعه كويس قوي، دي شويه مشاريع ناويه ان انا ابدا استثمر فيهم، وقول لي بقى رايك. ومن غير ما اشوفهم انا موافق. اكيد انت صح. غريبه، اول مره يعني تثق فيا. عادي، احنا بقينا اهل خلاص. ماشي يا سيدي، يلا بقى من هنا على مكتبك علشان هنرش ميه. بقى كده يعني بتطرديني باحترام.
بالظبط كده، كلك نظر. ماشي يا ستي، انا همشي واعديه عشان خاطر انا مبسوط بس. وريم خرجت، رحت انا وقفتها. استني يا ريم، انت رايحه فين؟ جايه يا حبيبتي. رحت واخد ورق الصفقه من غير ما رضا ما تاخد بالها. طب همشي انا بقى، سلام. سلام. دخلت المكتب بتاعي وكلمت حسام بكل غضب. ازاي هي تكسب الصفقه؟ انا مش مسلماك الورق، انت ازاي تضحك عليا؟ والله انا اللي المفروض اقتلك. الورق اللي انت بعتها طلع مضروب، مش الورق الاصلي. ايه؟ لا طبعا، ازاي يعني؟ ده انا اللي بعتها بنفسي. كويس قوي، انت كده اكدتي لي عملتك وغدرك بيا. هو انت ازاي تتجرأ وتقول كده؟ انا ما ضحكتش عليك، انا فعلا اخدت الورق وصورته وهو ده الورق اللي اتقدم. انا بقول لك ما ضحكتش عليك، اكيد حد من رجالتك هما اللي معرفوش يظبطوا الورق. مستحيل ان ده يحصل، انا اللي كنت بشرف على الورق بنفسي ومتأكد 1,000,000% ان الورق اللي اتبعت ده مظبوط. ازاي ده يحصل؟ ازاي؟ ده انا. وهنا كانت الصدمة اللي خلت الموبايل يقع من ايدي. لقيت رضا دخلت عليا وقفلت الباب وراها. انا بقى يا ستي هقولك ازاي. يا اختي يا حبيبتي، يا اللي خايفة عليا وعلى مصلحتي. ريم اول ما شافتني واول ما قلت لها كده فضلت واقفة مصدومة وساكتة وما نطقتش بولا حرف. قربت جدا منها وابتسمت وقلت لها اقعدي يا حبيبتي، مالك؟ انا قلت اقعدي. قعدت ريم قدامي وقلت لها بكل هدوء، ليه كده يا ريم؟ هو ايه اللي ليه ايه بس يا رضا؟ انا مش فاهمه حاجه بصراحه. هنبتدي بقى شغل استعباط. رضا بعد اذنك انا لازم امشي، عندي مشوار مهم. قالت لي كده وكانت لسه هتمشي، رحت قلت لها مش هتمشي غير لما اعرف ليه برضو يا ريم، ليه عملتي كده؟ بصراحه كده انا مش عارفه انت بتتكلمي عن ايه. وبعد كده خرجت الموبايل بتاعه واديته لريم اللي شافت تسجيله وهي بتصور الورق بتاع الصفقه وكمان كل كلامها مع حسام. وبعد كده قمت وقفت وبصيت على ريم اللي كانت واقفه ومصدومه. بصي بقى يا ستي، اللي هناك دي كاميرا، عرفت بيها كل تصرف انت بتعمليه، وكمان غيرت الورق تماما ونجحت والحمد لله في الصفقه. بس خسرت انسانه عزيزه قوي على قلبي. انت عارفه انا قعدت افكر كتير قوي، انا عملت ايه يضرك ولا يأذيكي؟ انا عملت ايه لاخت حبيبتي تخليها تبيعني في وقت احتياجي ليها، في وقت المفروض تكون هي سندي وظهري؟ ليه كده؟ عملت كل ده ليه يا ريم؟ عملتي ايه؟ انا بقى يا ستي هقولك، انت اخدت مني حريتي، بقيت الخدامه بتاعتك. تعالي يا ريم، روحي يا ريم، ما تعمليش يا ريم، اعملي يا ريم. وبقيتي بتكبري اكتر واكتر، وانت ست الكل وانا مجرد خدامه عند ست الكل. مش كده برضو ولا ايه؟ وحتى اخدتي اكبر حاجه مني، اخدتي امي. ياه، بقى ده كله؟ وايه كمان يا ريم؟ ولا حاجه يا رضا، وكفايه اول حد كده عشان خاطر ما حسسكيش بالذنب. ضحكت على كلامها اللي قالته جامد وقلت لها تحسسيني بايه؟ معلش، انا ما عملتش كده كله علشاني، انا عملت ده كله عشان نبقى كلنا فوق، نرفع اسم العيله ونوري لكل الناس اللي اتريقوا علينا ان احنا بنات اننا قدها. ما انكرش ان انا ضغطت عليكي، وده كان لمصلحتك انك ما تعمليش الغلط، لكن ده يوصلك انك تبيعيني يا ريم؟ ليه كده؟ قلت لها كده وهي سكتت وما نطقتش بولا حرف. رحت قربت منها ومسكتها من هدومها وقلت لها كنت تعالي قوليلي عايزه اعمل دي ولا اخد دي، كنت هقدمها لك على طبق من ذهب، لكن تطعن اختك طعنتك ليا دي ملهاش اي علاج يا ريم. انت السبب. لا يا ريم، مش انا السبب هو طمعك اللي عمى قلبك والحقد اللي عمى عينيكي. كنت عايزه ايه؟ منصبي في الشغل والشركه، صح؟ انا همضي على كل حاجه ملكيه خاصه وباسمك، وتقدري تشوفي بنفسك انا كنت شايله ايه عنك. قالت لي كده وسابتني وخرجت، ورحت انا قاعده على الكرسي. حلوه قوي، اخد انا بقى كل حاجه، قال شايله مسؤوليه. قال كنت رايحه لمكتب رضا، لقيتها خارجه منه وماشيه بكل عصبيه. رضا يا رضا استني يا رضا، اكتشفت حاجه، ده مش شغل على الصفقه، هو انت بدلت الورق؟ لو سمحت ما تكلمنيش من النهارده، لان ريم هي اللي هتكون مسؤوله عن كل حاجه. قالت لي كده وسابتني ومشيت، وانا كنت واقف ومستغرب ومش فاهم ايه اللي بيحصل. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا بجد ما بقتش فاهم اي حاجه. وبعد ساعه في الفيلا كانت مامة رضا قاعده في الجنينه وبتكلم واحده من اللي بيشتغلوا معاهم. بقولك ايه يا روحيه، عايزاكي تظبطي الباميه كده كويس عشان خاطر ريم بتحبها. حاضر يا ست هاني. وفي اللحظه دي رضا كانت داخله عليهم. يا رضا تعالي يا حبيبتي، هو انت ايه اللي رجعك بدري النهارده؟ لا مفيش، اصل تعبت قوي يا ماما ومش هقدر اكمل في الشغل. اللي بس كده يا رضا، مالك يا حبيبتي؟ طب اطلب لك الدكتور مجدي بسرعه؟ لا يا ماما ملهوش لزوم، انا بس هريح شهر كده من الشغل، واكيد ان شاء الله هرجع احسن من الاول. بقى من فراغ كده برضو يا رضا؟
هو في حاجة وانت مخبياها عليا؟ بصت على دماغها وقلت لها يا ست الكل هو انا اقدر؟ انا بس بجد تعبت قوي من الشغل وحابة ان انا اريح شوية، مش هيجرى حاجة يعني. طيب يا رضا يا بنتي اللي يريحك. وكنت لسه داخلة الأوضة بتاعتي لقيت الموبايل بيرن وكان عاصم. رديت عليه وقلت له عاصم لو سمحت رضا ما تخبيش عليا، مالك في ايه؟ طب عشان خاطري يا عاصم ممكن بس تسيبني دلوقتي وانا لما اهدى هكلمك اوكي؟ براحتك يا رضا. وبعد كده قفلت معاه وغيرت هدومي وكنت لسه هنام لقيت الموبايل بيرن عليا تاني وبرضه كان عاصم. عاصم انا قلت اللي انت اكيد زمانك هديتي، هو ايه الموضوع بقى؟ خلصت شغل البيت وكل اللي ورايا ورحت قعدت مع جارتي. بس تعرفي يا طنط كلامك جاب نتيجة. مين اصلا كان يتوقع ان حمزة مبصبصاتي ربنا يهديه ويتعدل ده كان مسمار معوج وكنت خلاص فقدت الامل فيه. يا ريهان يا ريهام يا بنتي الراجل ده عامل زي الطفل يحب الاهتمام وكمان المفاجآت. طب والله فكرة هبقى انفذها بكرة دي يا طنط، عجبتني قوي. طيب ماشي هستأذن انا بقى عشان خاطر جوزي على وصول. شرفتيني يا طنط. قالت لي كده وسابتني ومشت. الاهتمام والمفاجآت هي دي حتة فكرة هتبهره. الله عليك يا بنتي يا ريهام. رجعت البيت وانا تعبان. مساء الخير يا ريري. مساء النور يا حموزة. الله يرحمك يا هبتي والله بقى انا في اخر الزمن ابقى حموزة؟ عجبت لك يا زمن. الله بدلعك يا حموزة. ده اذا كان ده الدلع فبلاش منه. انا تعبان قوي يا ريهام وهموت من الجوع، بالله بسرعة لحسن انا خلاص واقع. بس كده من عيوني الاتنين هغرف الاكل حالا. ريهام قالت لي كده وانا دخلت غيرت هدومي وطلعت قعدت على السفرة وريهام جت قعدت جنبي. تتصوري يا ريهام الشركة النهاردة زودت المرتبات بجد؟ الحمد لله يا حمزة الحمد لله. اهو نبقى نخرج كل جمعة بدل الحبسة اللي احنا حابسينها لنفسنا دي. تعيش وتفسحني يا حموزة. ده انا اخر مرة هسمع الدلع ده منك يا ريهام والا وربنا ما في فسح ابدا. خلاص هو انت هتلغي الفسح من قبل ما تبدأ حتى؟ يا خرابي عليك. اول ما خلصت شغلي وروحت البيت لبست اشيك طقم عندي ولقيت شمس داخله عليا. ايش ده ايه الشياكه والاناقه دي كلها يا عدنان؟ هو الله والخطوبه نضفتك ياض. وده ليه ان شاء الله؟ كنت خاطب صابونه لوكس. اطلعي يا بت من اوضتي. اوضتك مين يا ابو اوضتك انت؟ دي اوضه الحكومه. الصبر من عندك يا رب. وبعد كده لقيت ماما داخله علينا وهي بتقول له 5 وخمسة في وش اللي يشوفك وما يصليش على النبي. ده ايه القمر ده يا ولاد؟ الله اكبر الله اكبر. الله يسترك يا ماما. طب يلا بقى يا حبيبي عشان شاهيناز خلصت وقاعده في العربيه تحت. وبعد كده نزلت انا وماما وركبنا في العربيه مع ابو العروسه ورحنا محل الدهب عشان خاطر ننقي الشبكه. ايه رايك يا عدنان في الدبله دي؟ حلوه. طب ما تبص عليها حتى. والله حلوه يا شاهيناز خلينا نخلص بقى. لما لقيته مش مهتم خالص كده زعلت قوي من جوايا. ماشي اللي تشوفه. طيب خلاص بقى ما تزعليش، بس انا والله ماليش في الزحمه وبزهق بسرعه. لا عادي على فكره، وانا ايه اللي هيزعلني؟ بتاع الطماطم مثلا؟ مثلا. هو انتوا بتضحكوا على ايه؟ ها ضحكوني معاكم. سلام قول من رب الرحيم. هو انت ايه اللي حشر مناخيرك معانا؟ الله اعتبرني محرم يا اخي. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. قعدت اضحك عليه وقلت له ده انت شكلك هتوب على ايديا يا عدنان. ما خلاص بقى يا شمس واسمعي الكلام وبطلي حشر بقى. ايه ده بقى كده بقت بعيني من اول حشره. ياه نسيتي كل اللي عملته علشانك؟ نسيتي وقفتي جنبك عشان ندبس عدنان في الجوازه دي؟ عليك يا زمن غدار. ايه خلصتي؟ ايوه خلصت. طب يلا يا شاطره بقى اتكلي من هنا، بيتك هنرش ميه. ما انا اللي غلطانه ان انا جيت عشان اضحك معاكم. عالم ملهاش في الطيب نصيب. ولو انت بقى الطيب ده مش عايزين يا ستي. قلبي الصغنون لا يتحمل. ايه يا حبايبي قولوا لي بقى خلصتوا ولا لسه؟ يا ماما خلصنا خلاص. طيب يا عرايس زغرطه كلنا كده. والكل بقى عمال يزغرط وفرحان. بصيت لعدنان وقلت له مبسوط يا عدنان؟ لقيته ابتسم لي وقال لي ايوه يا شاهيناز مبسوط. اصل انا مش عايزه احس ان انا مغصوبه عليك. والله يا ستي خلاص مش مغصوب وبحبك واللي نفسك فيه انا هعملهولك. اتبسطت قوي من كلامه وقلت له طيب. قال قولي لي بقى يا شاهيناز. نعم. قال له هو يعني مفيش حد علم في حياتك كده ولا كده ولو حتى بقلم رصاص؟ لا والله ولا حتى بقلم سحري. طيب يا باشا بس انت بقى في حد علم في حياتك يا عدنان وعلم بالقوي كمان. ربنا يقدرني يا رب واقدر امحيها.
وبعد كده روحنا كلنا البيت، واليوم خلص على كده، وكان احلى يوم في حياتي. وتاني يوم ريهام كانت في عيادة دكتورة النساء. ها يا دكتورة، خير ولا ايه؟ كل خير يا ريهام، التحاليل والسونار اكدوا ان انت حامل. الف مبروك يا جميلة. بجد؟ الف حمد وشكر ليك يا رب. انت مش متخيلة يا دكتورة انا فرحانة قد ايه، وكمان حمزة يفرح قوي. ربنا يديم الفرحة يا حبيبتي. يلا اجري بقى وروحي فرحيه. فرحت قوي وقمت بسرعة عشان امشي، اخدت الورق معايا. سلام يا دكتورة، ربنا يكتر زباينك يا رب. اول ما دخلت المكتب بتاعي في الشركة وقعدت، لقيت الباب بيخبط. ادخل. لقيت ريم داخل عليا. عاصم بيه. اتفضلي يا ريم اقعدي. انا جاي عشان اقولك ان رضا اتنزلت عن الادارة ليا، وهبقى انا اللي مسؤولة هنا. كويس، وانا هبعتلك الشغل حالا. شغل ايه دلوقتي؟ هي مش الشركة خلصت الصفقة؟ طب وهي الصفقة ايه غير بداية لشغل كبير وتقيل كمان، وانا متأكد انك هتكوني قد المسؤولية، مش كده برضو ولا ايه؟ ايوه اكيد طبعا. طب اتفضلي بقى على مكتبك، وانا هبعتلك كل الملفات اللي هنشتغل فيها. تمام عن اذنك. وبعد كده خرجت وقعدت مكان رضا. ياه، بقى اخيرا بقى حققت كل اللي انا نفسي فيه من زمان. وبعد شوية دخلت سكرتيرة عاصم، وكان معاها ملفات كتيرة جدا، وبتقولي اتفضلي. ايه ده كله؟ ده شغل النهاردة، ومطلوب انك تقريه كله علشان في شغل بكرة. نعم؟ هو انت بتتكلمي جد؟ ده كلام الاستاذ عاصم، عن اذنك. السكرتيرة قالت لي كده وخرجت، وانا وقفت وبقيت عمالة ابص على الملفات بصدمة. نهار ابيض، اخلص ده كله في يوم واحد؟ ده مستحيل طبعا. ايه يا عم عدنان، سرحان في ايه؟ مش عارف، بس هو ينفع يعني الواحد يحب مرتين يا حمزة؟ والله هو على حسب، يعني لو قلبت ست ما ظنش ابدا ان هي تحب اتنين، اما احنا بقى طول ما احنا ماشيين بنحمل عادي، قلبنا بيرحب. انا مش بهزر يا لطيف. ما هو مفيش حاجة يا عدنان اسمها يحب مرتين، بس في حاجة اسمها الحب الحقيقي اللي ممكن يجي في اي وقت، الاول التاني او حتى العاشر. يا سلام عليك لما تقول حكم. اي خدمة، انت بس اللي بتستقل بيا، ده انا مدرسة يا ابني. وبعد كده لقينا واحدة زميلة داخلة علينا. حمزة. ايه يا هدى خير؟ الشاهي كانت عايزاك في المكتب. حاضر. هدى خرجت وانا كمان اخدت بعضي ورحت لشاهي. لو سمحتي، هو فين مكتب حمزة؟ المكتب اللي هناك على اليمين ده، بس هو دلوقتي مش في المكتب بتاعه. امال هو فين؟ في مكتب الاستاذة شاهي في اخر دور. هو في ايه يا حمزة؟ مش احنا كنا متفقين نخرج ولا ايه يعني؟ انسي يا شاهي، انا راجل متجوز، ويا ريت تفهمي بقى. يا سلام، وايه يعني؟ ما الشرع محلل لك 4. وكنت لسه اسيبها واخرج، لقيت شاهي مسكتني وشدتني من البدله. يا حبيبي اسمع. وفي اللحظه دي لقيت ريهام فتحت الباب ودخلت علينا. راحت شاهي بعدت عني على طول. ريهام؟ بتمنى ان انا ما كنتش قطعت الكلام. قلت له كده وسبته ومشيت، وهو طلع يجري ورايا. يا ريهام استني. وقفت وبصيت له في وشه وقلت له تطلقني يا حمزه، فاهم؟ طلقني. انت فاهمه الموضوع غلط يا ريهام، انا ما عملتش حاجه بجد. لامتى يا حمزه؟ لامتى هتفضل تكذب عليا؟ لامتى؟ ولو مش حابب جوازنا من الاول يبقى ليه اتجوزتني ليه؟ حرام عليك، انا تعبت والله العظيم ما بكذب المره دي، صدقيني يا ريهام. الموضوع منتهي يا حمزه خلاص، ومش راجعه في قراري تاني. اصلا انا خلاص هجيت على نفسي كتير قوي، وكمان كفايه عليا قوي لحد كده. اسيبك انا بقى براحتك، عن اذنك. ريهام قالت لي كده ومشت، وانا فضلت ماشي وراها بحاول افهمها، لكن مفيش اي فايده. خلاص يا حمزه سيبها والله وهتهدى زي كل مره. انا اللي هيجنني ان بجد دي غير اي مره يا عدنان. انا المره دي مظلوم بجد، انا ما كدبتش، كله من الزفت يا شاهي. انا ياما حذرتك يا صاحبي من الطريق ده. بالله عليك يا اخي، انا مش ناقص تأنيب ضمير. هو صح لوحده المره دي. طب قوم روح، يلا روح وحاول تصالحها وتراضيها، وان شاء الله هترجع زي الاول. تفتكر ان ده هيجيب نتيجه معاها يا عدنان؟ هديه لطيفه والموضوع هيمشي يا حمزه. هو انا اللي هفهمك برضو؟ انت معاك حق، انا ماشي، خد لي اجازه بقى يا اسطى، سلام. ربنا معاك، ربنا يسترها بقى. وبعد كده نزلت بسرعه وركبت العربيه وطلعت على اقرب محل بيبيع ورد. السلام عليكم يا معلم شمندر. ده ايه ده؟ بقالك فتره ما بتجيش يعني. معلش، المهم عايز ورد بس بنفسج، وظبطولي حلو قوي ها، ولو في ياسمين حط، انا عايز تحفه فنيه. ياه، للدرجه دي العروسه الجديده غاليه عندك؟ دي مراتي يا معلم، اخص عليك، انا طبت الحمد لله، هي واحده وبس. ربنا يهديك يا رب ويصلح حالك. يا رب يا معلم يا رب، بس بسرعه بقى بالله عليك. بعد ما بوكيه الورد ما جهز اخدته واشتريت خاتم فضه شكله شيك قوي ورقيق. يا رب تحن عليا بقى يا ريهام. ركنت العربيه وطلعت الشقه، واول ما دخلت البيت كان هادي خالص. ريهام، يا ريهام انت فين؟
حطيت بوكيه الورد والعلبة على السفرة ودورت في الشقة بس ما لقيتهاش. هي دي المصايب وكان لازم تمشي يعني. وبعد كده خدت الموبايل ورنيت على باباها. الو، ازيك يا عمي؟ الله يسلمك يا حمزة، خير؟ هو في حاجة تاني؟ هي ريهام ما جاتش عندك؟ لا يا حمزة، هي ريهام مش عندك ولا ايه؟ لا، هي بس كانت رايحة مشوار وقالت لي ان هي احتمال تيجي عندكم، زمانها راجعة دلوقتي. طيب يا حمزة تبقى خلي بالك منها. حاضر يا عمي. خلصت المكالمة معاه وقعدت مكاني. يا نهار ابيض، هي راحت فين؟ يا ترى انت فين يا ريهام؟ وبعد كده نزلت وركبت العربية وفضلت عمالة الف بيها في الشوارع لحد ما عدى 4 ساعات. لا بقى، ده كده مفيش غير حل واحد. ورحت واخد نفسي ورحت على اسم الشرطة، وقفت وكلمت الضابط. افندم. يا باشا سلامة السمع، بقولك مراتي تايهة بقالها فترة ومش لاقيها. مراتك تايهة؟ هو انت بتتكلم جد؟ يعني هو انا جاي اهزر هنا يا فندم؟ هيعقل يعني؟ بعد 24 ساعة لو ما لقيتهاش تبقى تعالى وبلغني. يعني ما يمشيش 20 ساعة يا باشا؟ هو انت هتهزر يا والله ما انت مكمل، انا خلاص خارج. وبعد كده خرجت من عنده وروحت على البيت وكنت عمالة الف حوالين نفسي زي المجنون. طب اعمل ايه؟ هعمل ايه بس يا ربي؟ وفي اللحظة دي لقيت ريهام داخلة عليا وماسكة عيش فينو. الحمد لله يا رب. ومرة واحدة رحت ماسكها من قفاها. كنت فين؟ وانطقي بالذوق احسن، وربنا كسر البيت ده كله على راسك. طيب وسع كده. مش موسع. كنت فين يا هانم؟ كنت قاعدة عند جارتنا بشكلها همي ورحت جبت عيش فينو. عند جارتنا؟ هو انا اللي لفيت عليكي ورحت عشان ابلغ البوليس والظابط كان هينفخني وانت بتتصرمحي يا هانم؟ والله بجد. جرى ايه يعني؟ ما انت كمان بتتصرمح. كنت كلمتك ولا كنت بقولك بتروح فين ولا مع مين؟ سيبني بقى في حالي. الله والله وطلع لك لسان وبقيتي بتعرفي تردي يا هانم. بقولك ايه، انا جعانه قوي، وسع كده. ده بجد؟ ايه مالك مصدوم كده ليه؟ بلاش اكل يعني وابنك يموت من الجوع؟ يا بجحتك يا ايه ده؟ ثواني كده، هو انت قلتي ايه؟ ايوه. هو اللي انا سمعته ده صح؟ ايوه يا اخويا، حامل للاسف. بجد يا ريهام؟ يعني بجد انا هبقى بابا بقى وكده يعني، صح؟ ولا انت بتضحكي عليا ولا ايه بالظبط؟ يا سيدي هتبقى بابا وكده، انا داخل اكل وما تصدعنيش. واول ما قلت له كده لقيته قعدني على الكرسي بسرعه وقال لي لا انت من هنا ورايح ما تتحركيش، انا بقى هعمل لك كل حاجه بنفسي، كل حاجه. يا راجل وانت قد كلامك بقى؟ قد كلامي طبعا، امال ايه؟ وبعد كده طلعت اجري من قدامها بسرعه ورحت على السفره جبت بوكيه الورد وقدمته لريهام. اتفضلي يا ستي، ده علشانك، وعلى فكره كل اللي حصل ده والله ما كانش ليا ذنب فيه. خلاص بقى بلاش نفتح في اللي فات. من عيوني. كنت قاعده في المكتب عماله اشتغل بسرعه وخلاص تعبت. لا ده كده كتير قوي كمان. وبعد كده لقيت باب المكتب بيخبط. ادخل. هو في ايه يا ريم؟ اتاخرت ليه كده؟ الموظفين كلهم خلصوا. اصل بصراحه كتير قوي الشغل ده انا يا دوبك خلصت نصهم بس. طيب خلاص روحي انتي. بجد؟ وخدي الباقي خلصيها اما تروحي. نهار ابيض. طيب ماشي. طيب عن اذنك بقى، وبيسلمي لي على رضا. تمام. وخرجت من المكتب عندها وبكل خبز كلمت رضا قلت لها كله تمام، دي بتجيب جاز خلاص. طيب هي كويسه؟ ايوه بس ما قدرتش تعمل غير نص اللي بتعمليه، العظمه عظمه برضه. طيب سلام. طب ايه يعني مفيش حاجه حلوه؟ زي ايه؟ انا مش فاهمه يا ستي. يعني كلمه يعني اجبري بخاطر العبد الفقير الى الله حتى لو اشاره. ويا دوبك ما خلصتش كلامي معاها والخط كان قطع. لا واضح كده ان هي معجبه بيا، انا قلبي حاسس. لميت باقي الملفات بتاعه وخرجت بيهم من الشركه. يوه، هفتح العربيه ازاي بقى انا دلوقتي؟ لقيت شاب جه عليا وقال لي اقدر اساعدك؟ لو سمحت ممكن تمسكي الملفات دي كده؟ وفعلا اخد مني الملفات وانا فتحت العربيه. شكرا لحضرتك. العفو ده واجبي. الشاب مشي وانا اتحركت بالعربيه وروحت. انا اللي جبت ده كله لنفسي. وبعد كده لقيت رضا داخله عليا. ايه يا ريم، اخبار الشغل النهارده؟ تمام كويس قوي كمان. اما هو بقى كويس قوي اللي جايبه نص الملفات هنا. لو سمحتي ده مش شغلك، تمام؟ ده شغلي انا وانا حره اتصرف زي ما انا عايزه. تمام زي ما تحبي. انا خارجه، كنت بس عايزه اطمن عليكي. لا وفري يا حبيبتي، انا كويسه. رحت خرجت من الاوضه وانا كاتمه ضحكتي بالعافيه. اوف، هعمل ايه انا بقى دلوقتي؟ عايزه انام. عم هادي ازيك يا راجل يا طيب؟ ايوه. ايه يا عم هادي مالك مش طايق ترد عليا كده ليه؟ لا ده انا باخد منك بالقسط، بس اخويا بيدفع على طول، ما تعاملنيش بالاسلوب ده لو سمحت. هو انت عايزه ايه دلوقتي؟ اخلصي. هي بقت كده؟ ماشي. بصي بقى،
عبيلي كام كيس شيبس مشكل وميكس شوكولاتات من اللي انا باخدهم منك على طول وشكرا قوي. ومره واحده لقيت اللي اسمه شهاب ده جاي عليا وبيقول لي لو سمحت انتي. يا نعم. هو ممكن بس تيجي تركبي لماما الكانولا؟ يعني هو مفيش حد غيري في البلد يعني؟ خلاص يا ستي متشكر. استنى وامر لله، برضه الواحد لازم شويه حسنات على المسا كده. عم هادي راجعالك. وبعد كده رحت مع شهاب. ازيك يا طنط كويسه؟ يا بنتي هو انا لو كويسه هنجيبك ليه عشان تركبي لي الكانولا؟ تصدقي وجهه نظر برضه يا طنط. قال انت بنت مين هنا يا عسل؟ بنت الحاج خضر. بس بتسالي ليه؟ ما تخافيش يعني مش هسرقكم. لا يا بنتي انا بسال بس. هو انت عندك كام سنه؟ والله يا طنط فرنج 21 22 كده، مش فاكره بصراحه، ما بحسبش، ماشيين ببركه ربنا. قال لا قولي لي بقى، هو انت متجوزه؟ لا والله يا طنط سنجل بائس. جرايه بقى يا ماما، ما تخليها تشوف شغلها. الله، ما تسيبها تستفسر، شكل الموضوع في عريس. هو الواحد لاقي اليومين دول، اصل بيني وبينك كده الصنف بتاع العرسان ده بقى شاحح من السوق. طيب ممكن تخلصي بقى بعد اذنك؟ ما تسربعنيش بقى، الله ما حسسني اني واخده منك فلوس مثلا. طيب يا ستي اتفضلي خلصي. ايوه كده احترم نفسك، انت بتتكلم مع ممرضه قد الدنيا. وبعد كده ركبت الكانولا. عن اذنك يا طنط. وانت بقى مش عن اذنك. هي مشت من هنا ولقيت ماما بتشدني من دراعي. هي البت دي، انا قلبي حاسس ان هي من نصيبك خلاص. هو انت متاكده يا ماما ان هي دي؟ ايوه هي دي اللي هتمشي معاك، صدقني يا حبيبي. قلبي مش مطمن يا ماما، ما بلاش. وانا قلت البت دي يعني البت دي، انا اضرب مصلحتك. امر لله بقى، هعمل ايه يعني؟ مالها؟ ما هي حلوه هي وزي القمر. هي حلوه ما قلتش حاجه، بس دماغها مفوت على الاخر. مش مشكله، نبقى نركب لها صاموله، المهم تتجوز يا واد. ايوه قولي بقى ان انت عايزه تخلصي مني وخلاص. تعيش يا حبيبي، انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. ولا انا يا ست الكل والله. كنت ماسكه كيسه كبيره وطالعه على البيت. هي سلام على الراحه النفسيه اللي انا شايلاها. وعدنان كان طالع ورايا، لقيته بيقول لي يا محفظتي يا اللي اتخربتي. حرام عليك، طب كح كحايه، قول احي بدستور. لا ما هو فعلا انا هكح، بس تراب بسببك يا شيخه. حبيبي يا عداد، ده انا اختك برضه. حسابهم كام دول ان شاء الله؟ ده حاجه بسيطه كده. اللي هم كام بقى؟ اصدميني بسرعه لو سمحتي من غير اي مقدمات. قلت له وانا طالعه اجري بسرعه على السلم 100 بس. ماشي يا شمس، تعيش يا حبيبي. عدنان نزل عشان يحاسب على الحاجات اللي جبتها، وانا كنت لسه بفتح الباب لقيت شاهيناز خرجت. بس. شمس، ايه انتي كمان؟ هو عدنان جه؟ لا، تحت عند السوبر ماركت. طيب خلاص، قالت لي كده ونزلت. يا رب ابعتلي كتكوت من عندك يا رب. كنت واقف وبحاسب عم هادي، بس اتفاجئت بخطيبتي الاولى اللي هي مرام. بقى كده يا عدنان؟ كده ما تسألش عليا طول الفترة دي كلها وانا اللي مفكراك هتتمسك بيا؟ هو انت عارفة انت عملت فيا ايه؟ انت كسرتني بكلامك، مفكراني هرجعلك تاني؟ ده لو على جثتي. ده كان مقلب يا عدنان، ما تظلمنيش حرام عليك. اللي بيحب حد ما يعملش فيه كده. انا حبيتك شاهيناز. لقيت شاهيناز خلعت الدبلة من ايديها وقالت لي انا جيت بس عشان ارجعها لك، اصلها مش على مقاسي. اتفضل يا شاهيناز، اسمعيني، انت فاهمة غلط. بالعكس، دي اول مرة نفهم فيها صح. الف مبروك رجوعك لخطيبتك، عن اذنك. قالت لي كده وسابتني ومشيت، وكنت لسه همشي وراها لقيت مرام مسكتني من دراعي وقالت لي استنى هنا، هو انت هتسيبني بعد اللي قلتهولك عشان خاطر دي؟ انت عارفة ليه؟ عشان دي انضف منك. وسعي كده، ويا ريت بقى ما اشوفش وشك ده مرة تانية، انت فاهمة؟ بقى انت بتقول انا كده؟ وايه يعني؟ يمكن تحس باللي انت عملتيه فيا. وبعدها طلعت اجري بسرعة على شاهيناز، اللي اول ما طلعت من السلم دخلت الشقة وقفلت الباب وراها. شاهيناز، يا شاهيناز افهمي، انا والله العظيم بحبك انتي، انا بتكلم بجد. ردت عليا من ورا الباب وقالت لي كل حاجة وضحت يا عدنان، مفيش اي داعي انك تألف، دي حبك الاول برضه، ازاي يعني هتحب مرتين؟ في واحد قبل كده قال لي ان مفيش حاجة اسمها تحب مرتين، بس في حاجة اسمها الحب الحقيقي يا شاهيناز. هو انت عايز تفهمني بقى ان انت بتحبني بجد؟ لا طبعا، انا عايزة اكد المعلومة يا شاهيناز، انا فعلا دلوقتي عرفت ان انا بحبك بجد. انا اصلا كنت بقولها ان هي ما تجيش تاني. هو اول ما عدنان ما قال لي كده كنت حاسه ان انا هطير من الفرحه. بجد يا عدنان؟ والله العظيم بجد يا قلب عدنان، وكمان اخلي ميعاد الفرح في اقرب وقت عشان خاطر تتاكدي كمان. يا حلاوه يا ولاه، بقى هو ده بقى اللي بيسموه حب البوابين؟ انت تاني سمعت ازاي؟
انما ده سؤال غريب وغبي، ده العمارة كلها شوية وهتسجل حبكم في تاريخ العمارة. وبعد كده لقيت شاهناز فتحت الباب وهي هتموت من الكسوف. هات الدبلة. اتفضلي، واياكي تخلعيها تاني، انت فاهمة؟ حاضر. اجيب لكم 2 ليمون؟ ما تعملوا اعتبار للسنجلة اللي واقفة معاكم دي، ده حتى دي مش اخلاق مرتبطين ابدا. اول ما زهقت من شمس رحت ماسكها من قفاها وقلت لها لا، ده انت تجيلي كده حبيبتي على جوه، احنا بينا حساب عصير فراولة ولا تين؟ لا، ده انت ليلتك النهارده معايا هتقلب تين، ومش اي تين، لا ده تين شوكي قدامي يا بت. لو سمحت ما اسمحلكش، انت ممكن تزقني بطريقه افضل من كده على فكره. كنت واقف في المطبخ وريهام بره بتتفرج على التلفزيون. قهوه نوعها ايه؟ اخلصي يلا. اي حاجه من ايدك حلوه، ويا ريت بقى لو كانت مظبوطه ومعاها رغيفين حواوشي، ابنك نفسه في الحواوشي. واول ما قلت لحمزه كده لقيته خارج لي من المطبخ وهو مش طايق نفسه. لا، ده كده كتير قوي يا ريهام. هو انت لابس مريالة المطبخ ليه؟ يعني هيكون ليه يعني؟ مش هعمل قهوه؟ بتعمل فنجان قهوه، يعني مش هتحضر الذره يا حبيبي؟ لا، ده انت شكلك كده هتتعبني وانا لسه في اول حملي. اللي بقولك ايه يا ريهام، هو لسه كتير قوي على الولاده؟ لا يا حبيبي، هو الموضوع كله هيخلص في حوالي 7 8 9 شهور كده، البيبي ومزاجه بقى. ايه هتعترض؟ هو انا اقدر، بس انا تعبت. هو ممكن بقى نأجل الحواوشي لبكره؟ الوقت اتأخر. هي حمزة بقى عايز ابنك الوحيد يطلع محروم؟ على عيني يا حبيبتي، بس مفيش اي محل هيكون فاتح دلوقتي. تعالى ورايا على المطبخ، في لحمة مفرومة هعلمك وامر لله. ريهام، جوزك عنده شغل بكرة ماشي، مش عايزك تنسي. عارفة، في 5 دقايق بالظبط هنخلص، مش عايزاك تقلق خالص. 5 دقايق تاني؟ ده انا كده مش رايح الشغل لحد ابنك ما يشرف. تصدق فكرة، خد اجازة يا حموزي. وناكل منين يا عيون حموزي؟ ناكل في نفسنا بقى، صح؟ ايه ده، انت بتتعصب عليا انا وابنك؟ لا العفو، هو انا اقدر؟ استغفر الله العظيم. حبيبي يلا بقى طلع اللحمة عشان تفك من الفريزر. ودي هتاخد وقت قد ايه بقى على كده؟ تقريبا نص ساعة. يا سلام، امال ايه بقى اللي هنخلص في 5 دقايق دي؟ انا كنت اقصد على الحشو يعني. لو سمحتي بعد كده تبي تحط الوصف بدقة علشان ابقى ميت مجلوط باحتراف. بعد الشر عنك يا حبيبي، ما تقولش كده ابدا. يلا بقى هات اللحمة. وبعد كده حمزة راح عشان يخرج اللحمة من الفريزر بكل عصبية. ما طلعتش اللي عملته فيا طول الفترة دي يا حمزة، ما بقاش رهان مراتك، هتوبك على ايديا دي ان شاء الله. كانت الساعة 12 بالليل، دخلت الأوضة على ريم لقيتها نايمة على الملفات. ربنا يهديك يا رب يا ريم وتعقلي. وتاني يوم مامة ريم دخلت عليها الأوضة ولقيتها رايحة في النوم، صحتها بكل حنان. ريم يا بنتي، قومي يا حبيبتي، هتتأخري كده على الشغل. وأول ما قلت لها كده بعد ما كانت رايحة في 7 نومة قامت من النوم مفزوعة. اتأخرت ولا ايه يا ماما؟ لا يا حبيبتي ما اتأخرتيش، يلا بقى قومي عشان خاطر تجهزي وما تتأخريش. رحت قمت من مكاني بسرعة وخلصت لبسي وشلت الملفات وكنت لسه هنزل. ايه رايحة على فين؟ مش هتفطري؟ لا فطار ايه بقى، هبقى افطر في المكتب. طيب خلاص، خدي دول كده انا هنقي فيهم طول الطريق، وعلى فكرة رضا اللي عاملاها لك بايديها. وبعد كده خرجت ودخلت العربية وبصيت على العلبة، لا مش واكلاها. وبعد كده اتحركت بالعربية وريحة السندوتشات كانت ايه، مفحفحة كده وتحفة. بقى خلاص بقى مش مشكلة، هاخد سندوتش واحد بس. وبعد كده وصلت لحد الشركة وكنت خلصت على كل السندوتشات، شلت الملفات وطلعت. وهنا بقى عاصم قابلني. ايه خلصتيهم؟ بصراحة مش كلهم. يعني ايه مش كلهم؟ في عميل جاي بعد 2 ساعة عشان خاطر يتمم على الشغل بتاعه، وانت جاية وتقولي لي مش كلهم؟ انت عارفة سمعة الشركة ممكن تنزل الارض بسبب اهمالك ده. كنت واقفة ومصدومة من عصبية عاصم، بس رضا جت من ورايا ولقيتها بتقوله ما تزعقش فيها، واعمل حسابك ان انت كنت في يوم من الايام زيها، وان الشركة دي ملك لينا زي ما هي ما ملك ليك، فما تعملناش على اساس ان احنا موظفين عندك، انت فاهم؟ وايه الحل بقى دلوقتي؟ انا عايز اعرف بقى. ساعة وهيكون عندك، يلا يا ريم. وبعد كده رضا خدتني ودخلت المكتب واخدت الملفات مني وقعدت على كرسي الاستقبال بتاع المكتب، وانا كنت واقفة قدامها بكل ندم. رضا خير؟ انا اسفة يا رضا، انا غلطت في حقك، ممكن تعتبري اللي عملته ده تصرف طايش مني، ويا ريت تسامحيني. قمت وقفت وخدتها في حضني. اسامحك ايه بس يا بت، ده انت اختي، وايه يعني غلطتي؟ لا انا غلطت قوي يا رضا، واللي انا قلته ما كانش صح ابدا ان انا اقوله، حقك عليا. وانا بقى يا ستي مش زعلانه منك، يلا تعالي بقى نخلص الشغل سوا.
انت هتقعدي فين؟ لا ارجعي لكرسيكي تاني، ده انت شايله حمل كبير قوي قوي يا رضا، انا مش قده، انت المفروض تعملي لك تمثال. هتتعلمي يا ريم لحد ما هتبقي احسن مني كمان، يلا. كنت قاعد في المكتب وببص على حمزه، لقيته رايح في النوم. حمزه يا حمزه، ايه في ايه اللي حصل؟ هو في ايه يا عم؟ ده لو واحد في غيبوبه كان زمانه صحي. ليه بس كده يا اخي؟ ده انا لما كنت صدقت ان عينيا غفلت. قال له قول لي عملت ايه مع مراتك؟ الحمد لله بعد عذاب والله يا ابو الصحاب، صلحتني وجابت لي نونو. بتتكلم بجد؟ الف الف مبروك يا عم، هتبقى بابا يا باشا. يا عم اسكت، ده انا معرفتش انام امبارح، مطبق على طريقه عمل الحواوشي مع الشيف حسن، ده طلع هم كبير كمان ولسه عليه بدري. روح يا شيخ الله يطمنك، انت دايما كده بتديني اقبال على الحياه. عدنان في واحد عايز يكلمك. طيب تمام دخليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. هو حضرتك اخو شمس مش كده؟ هي عملت لك حاجه؟ انا اسف والله لا حضرتك ما عملتش حاجه، انا كنت جاي عشان اطلب ايديها من حضرتك، وكنت عايز يعني ادخل البيت من بابه. نعم، انت متاكد من قرارك المتسرع ده؟ لا اسف. ربنا معاك يا ابني. طب ليك قطع غيار؟ طمني عليك كده. افندم لا ولا حاجه، تقدر تتفضل عندنا النهارده الساعه 8. عدى الوقت وانا ورضا دخلنا مكتب عاصم. اتفضل الملفات اهي، ويا ريت بقى تبقى تعاملنا باسلوب ارقى من كده. يلا يا ريم. وبعد كده ريم خرجت، وانا بصيت لريم وابتسمت لها، وهي كمان، لان خلاص خطتنا نجحت. طلعت كل الهدوم اللي في الدولاب. البس ايه انا متوتره قوي. قومي يا شاهناز وشوفي بنت الملبوسه دي، لا اقوم عليها بعصايه المقشه اهد العفاريت بتوعها. سيبيها يا عمته، ده يوم مش بيجي كتير يعني. ايه ده شوشو عندنا؟ اتلم يا عدنان. الله شايفاني متبعتر؟ عدنان بقولك ايه، ممكن تسلفني الشراب بتاعك؟ ليه هو العريس هيركز على الشراب؟ بقولك ايه، من غير لوك كتير، هتدهوني بما يرضي الله ولا هاخده منك بما لا يرضي الله؟ يا رب انت القادر على كل قادر. وبعد شويه كان العريس جه وقعد مع عدنان وماما. ايه العريس حلو يا شاهيناز؟ شكله عادي. انا بقى مش هرضى باقل من كريستيانو رونالدو. لا يا شيخه اتوكس انت بس هو يوافق. لا الصدقه في دي انت معاكي حق، ده الصنف ده شاحح في السوق اليومين دول. يلا هات الصينيه وخلينا ادخل. ايه ده مش شايفاكي متوتره يعني ولا خايفه؟ يا ستي هي تدبيسه ولا اكتر، سيبيها على الله. وبعد كده شاهيناز ادتني صينيه العصير واخدتها وخرجت وعملت نفسي مكسوفه. السلام عليكم. الكل رد عليا السلام، وقعدت جنب عدنان. ما تعرفيش يا ام عدنان بنتك دي طيبه قد ايه؟ هو انت هتقول لنا يا طنط؟ ما احنا عارفين طبعا. ايه ده؟ انا الصوت ده سمعته فين قبل كده؟ لا بجد اخلاق. يا نهار ازرق، هو انت؟ ده ايه يا زفت الاسلوب ده؟ ما تحترمي نفسك، هو احنا كل يوم هنلاقيلك عريس هتطفش الواد من اولها؟ لا معاك حق صح. قال هو انت تعرفها يا شهاب؟ رحت حكيت له على كل المواقف اللي جمعتني بشمس، دي تربيتنا برضو، ونعم التربيه يا ابني والله. وبعد كده قعدت مع شمس. ازيك؟ من غير حوارات، انت ايه اللي جابك؟ اقصد يعني ايه المميز فيا يعني يخليك تتقدم لي؟ طيبة قلبك. غير كده بقى فانت عايزه تتضرب بالنار في ميدان عام. انت كده بقى طمنتني. وبعد كده قرينا الفاتحه، لان انا اكيد طبعا وافقت، واتفقنا على ميعاد الشبكه. عدت الايام، وبعد كده دخلت مكتب رضا فجاه وانا مخبي ايدي ورا ظهري. رضا حرام عليك يا اخي، خضتني. ده ايه الاسلوب ده؟ كنت حاسس بتوتر جامد جدا. اسف، كنت بس عايزك يعني في موضوع كده. يا ريت بقى بسرعه عشان عندنا شغل قد كده. رحت مخرج بوكيه الورد من ورا ظهري وقلت لها: رضا تقبلي تتجوزيني؟ ضحكت عليه وقلت له: ده ايه يا عاصم شغل الافلام القديمه ده؟ يعني بعمل الواد الرومانسي وكده بقى، يعني عشان ابقى شيك. رحت واخده منه البوكيه وقلت له: طيب يا سيدي روح بقى وشوف شغلك. ايوه يعني افهم من كده ان انت موافقه، وهيجي بقى بعدها دبله وفستان ابيض، ولا ايه الحوار بالظبط؟ لما تيجي عندنا في البيت نبقى نشوف حوار الدبله والفستان ده. رحت غمست لها وقلت لها: ماشي يا ستي. واول ما عاصم ما خرج ريم دخلت عليا. ايه ده؟ هو مين اللي جاب لك البوكيه ده؟ عاصم متقدم لي. يا نهار ابيض، ده انا شايفاكي مبتسمه. اوعي يا رضا تكوني موافقه، ده طايش. موافقه علشان انا بس اللي هقدر اعدله. ولحد هنا بتكون خلصت حلقتنا، وكمان خلصت حكايتنا. استنوني في حلقه جديده بحكايه جديده. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل قصه جديده.